تأقلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خالد أحمد ودي حلقة من حلقات بودكاست أقل. حلقة النهاردة هتكون مختلفة شوية عن الحلقات اللي قدمناها قبل كده، وده لأن كل الحلقات اللي عملناها كانت عن مجال معين بطرق معينة. لو عملتها هتكون مميز فيه. لكن مجال النهاردة عبارة عن مهارات شخصية لازم تكون موجودة عندك عشان تقدر تكون في المجال. وعشان كده حلقة النهاردة هتكون مع مدرب معتمد في مجال التدريب في المهارات الشخصية والتي او تي والبي ار، متحدث على مسرح تيدكس. معانا النهارده ضحى علي، بي ار ترينر. أهلا بيك في حلقة جديدة من بودكاست تأقلم، واللي هتكون برعاية منصة معلم دوت نت. معلم هي منصة تعليمية بتوفر لك كورسات في كل المجالات اللي تخطر على بالك، زي التسويق والجرافيك والبرمجة وريادة الأعمال ومجالات تانية كتير. تقدر تعرف أكتر عنها من اللينك اللي في بايو الحلقة. اهلا بيك يا كوتش، عيد مبارك عليكي وعلى كل حبايبك يا رب. ازيك يا باشمهندس؟ ايه الاخبار؟ بخير والله الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله بخير، كل عام وانت بخير وبصحة والسلامة يا رب. علينا وعليك يا رب. طيب، هو انا قلت نبذه مختصره عن الحاجات اللي حضرتك اللي بتقدميها يعني بشكل عام، فممكن نسمع برضو اكتر. من هي ضحى علي؟ تمام. انا اسمي ضحى علي، انا ليسانس علم اجتماع جامعة الازهر. انا الحمد لله مدرب دولي معتمد في مجال العلاقات العامة والسي اي سي والمهارات الحياتية. يندرج بقى تحتها التخطيط الشخصي، البرزنتيشن، البابليك سبيكينج، الكوميونيكيشن، الثقة بالنفس والليدرشيب وإدارة الوقت. يعني يعتبر أهم المهارات اللي احنا بنحتاجها عامة. بقدم طبعا برامج تدريبية في المجالات دي وفي المهارات دي، وبقدم كمان استشارات في التخطيط الشخصي. الحمد لله أنا بقالي 4 سنين شغالة في مجال العلاقات العامة، ولكن في التدريب بقالي 3 سنين بس. عظيم جدا. طيب يا كوتش، خلينا نبدا من بدري شويه او من اول الجامعه، يعني بما ان يعني الهدف بتاع البودكاست وهو ان احنا نعرف الطلاب ان هو ممكن يبدا من الجامعه، ما فيش فيها مشكله، وان دي اول بدايه النجاح بالنسبه له بعد التخرج. فممكن تعرفينا أكتر عن الأنشطة اللي أنت شاركت فيها، أو عرفت الأنشطة الطلابية منين بشكل عام بعد الثانوية؟ تمام. أنا حابة بس كمان أضيف إن ممكن وأنا في الثانوي عادي جدا أدخل نشاط طلابي. أبدأ أسمع كورسز، أبدأ إن أنا أطور من نفسي، وأدخل الجامعة وأنا عارف أنا هبدأ منين أو أنا رايح فين وهكذا. دي نقطة. أنا للأسف ما كانش مشهور قوي وقتها وأنا في الثانوي حتة الأنشطة الطلابية. فوأنا في الثانوي أنا عايزة أحقق حاجة، أنا عاوزة أنجح، بس أنا مش عارفة إيه هي ومش عارفة أبدأ منين. ففضلت ان انا ادور واشوف، طب اجرب. انا مفيش حاجه قدامي متاحه او مفيش حاجه قدامي هي واضحه. فبالتالي انا مكمله اللي هو اكتر هركز في المذاكره والثانويه العامه طبعا. وخلاص لما اخلص وادخل الجامعه زي ما تيجي. يعني انا ما كنتش حاطه بلان نهائي، ان انا كنت عارفه هبدا منين اصلا. لما دخلت الكليه لقيت ان هو بيتعمل ايفنتات. يعني ايه اصلا ايفنت؟ ده مؤتمر بنجيب فيه ناس ناجحه وشاطره وبيتكلموا في مجالات مختلفه. طب يلا نروح نحضر. سمعت ايه ده الموضوع كبير وفعلا في ناس بتنجح. طب يا جماعه انا عايزه انجح زيكم، يعني خدوني معاكم. بس اللي لفت نظري اكتر يعني الناس اللي هم اصلا عاملين الايفنت، الناس اللي ماسكين اداره وتنظيم طول اليوم. يا جماعه انتوا مين؟ احنا بي ار. يعني ايه بي ار؟ احنا من شغلنا ان احنا بنعمل الايفنتات دي، بنديرها وبننظمها، احنا اللي بنعمل الايفنتات. فانا الموضوع دخل دماغي جدا. وانا عامه مش بحب ان هو حاجه مشهوره فخلاص يلا تمام زي الناس. فلفت نظري ان البي ار كنت اول مره اسمع عنه، وفي محيط حياتي كله ما سمعتش ان حد شغال في العلاقات العامه، او ان هو مثلا سمع عنه. فكان حاجه بالنسبه لي جديده، عكس الاتش ار. يعني كان كل ما اكلم حد يقول لي انا اتش ار او انا عايز اكون اتش ار. فدي بس الحاجه المعروفه. فقعدت اعمل سيرش وادور، لقيت ان ده مجال اسمه العلاقات العامه. بيكون له وظائف كتير طبعا، منها ان هو يعمل ايفنت ويدير وينظمه وهكذا. فخلاص انا عجبني المجال ده. طيب اعمل ايه؟ مش قدامي حاجه غير اليوتيوب وجوجل. اقرا مقالات واسمع فيديوهات على يوتيوب. وكمان للاسف المجال ده ما فيهوش ماتيريال، يعني علشان تدور على ماده علميه ان انت تذاكرها ما فيش غير في كليه الاعلام كتب، بس دي كتب اكاديميه. فانا برضو بالنسبه لي الدنيا صعبه، اعمل ايه؟
مفيش قدامي حل او معرفش اصلا فريق يقدر يعلمني المجال ده هو غير الفريق اللي انا حضرت له الايفنت. كان مظبوط. اسمه فريق أستن، فريق هندسة نظم ومعلومات جامعة الأزهر. فخلاص أنا مش قدامي غيره، فيلا يا جماعة لما تفتحوا السيزون الجديد أنا هقدم معاكم. وحرفيا أنا قعدت أحضر للإيفنت ده، للانترفيو ده كتير قوي، اللي هو خلاص أنا مترجتة إن أنا هتقبل. طبعا أنا ما عنديش خبرة خالص، فأنا عايزة أكون معاهم. مظبوط. بدأت أسأل كل الناس اللي كانوا في التيم السيزون اللي قبله الانترفيو بيكون ايه الأسئلة بتاعته، وقعدت أحضرها. أنا لحد دلوقتي محتفظة بالحاجات دي، كل التحضيرات واللي أنا كاتباها لسه معايا. حلو. طيب، مثلا ايه الأسئلة اللي بتتقال، طيب ايه الحاجات اللي مهمة تكون عندي. اشتغلت على نفسي قبل الانترفيو علشان لما اروح انا فعلا اتقبل، وكنت واخدة الموضوع جد جدا كأني حرفيا رايحة اتعين. حلو. ليه؟ لان انا فعلا كنت حاطه قدامي تارجت او حاجه معينه انا عايزه اوصل لها. فاللي هو انا هسعى بقى بعيدا عن اي حاجه، انا هسعى عشان اوصل للحاجه دي. مظبوط. عكس ناس كتير للاسف، يعني بعدين لما بقيت هيد وبقيت انا اعمل انترفيو للناس، هم مش عارفين اصلا يعني ايه هو جاي يعمل انترفيو ويقول لنا قولوا لي بقى يعني ايه دي ار. مم. لا، هو انت المفروض تبقى عارف اصلا، وبعدين تيجي واحنا نشوف انت تمام معانا ولا لا حسب مهاراتك. مظبوط. فالناس بقت تكسل قوي يعني بصراحه. هو في ناس كده فعلا يعني في ناس بتكسل بس. يعني خلينا برضو انت قلت ان انت شفت البي ار فحبيت الموضوع. قدرت تحددي ازاي اللي انت عاوزه تخش مجال البي ار؟ يعني انا مثلا لما بكون مخلص ثانوي ما عنديش اي معلومات او عندي اي خبره في الحاجات دي، خاصه المجال ما فيهوش اصلا داتا موجوده على اليوتيوب زي مثلا الماركتنج تبدا تشتغل من عليها وتقدر تاخد محتوى. لا، صعب جدا ان انت توصل للمعلومه لو انت ما معكش منتور يوجهك في الحته دي. فازاي قدرت ان انت تحدد عاوز تخش بي ار مش اي مجال تاني شائع في مصر عموما؟ لان انا وقتها لما عرفت ان في حاجه اسمها نشاط طلابي، وعرفت ان في مجالات غير البي ار زي بقى التسويق والميديا والكلام ده كله، فانا عملت سيرش عن كل مجال وبدات اشوف ايه المتطلبات بتاعتي وايه الوظائف بتاعتي. كل مجال كنت بحس ان هو مش شبهي. مجال العلاقات العامه عجبني قوي الوظائف بتاعتي. حاجه مش روتينيه تماما، يعني مش ان هو حاجه معينه هتمشي عليها. لا، قايم على فكره الابداع وان انا احط خطط تطوير للمؤسسه وهكذا. فالموضوع وقتها شدني قوي. غير بقى ان اصلا لقيت اهم مهاره علشان تكون شخص بي ار، انت لازم تبقى عندك حته البابليك سبيكنج دي كويسه قوي. وانا ما كانتش عندي، ما كانتش موجوده بقى يعني مش هقول كانت مش كويسه، هي ما كانتش موجوده. فانا تمام. خدت تحدي مع نفسي، اللي هو انا هدخل المجال اللي لازم يكون فيه اجتماعيه وانا اصلا انطوائيه. فيلا انا رميت نفسي في الموضوع علشان ان انا فعلا اتغير، لان أنا الموضوع ده كان مسبب لي ازمه وكان معطلني كتير قوي. مم. فخدته تحدي اللي هو لا، انا المجال عجبني في نفس الوقت وهيعالج فيا نقطه معينه، فيلا انا هبدا. حلو. فمن هنا دي مجال العلاقات العامه. عظيم. يعني نقدر نقول ان انت دورتي على اكتر من مجال وقرأتي على اكتر من مجال عشان تحددي ان انت تخش البي ار. فدي اول خطوة طبعا عشان تختار مجال اللي انت تعرف اكتر عن المجالات كلها عشان تعرف انت ميال لانهي مجال فيه. بالظبط، التجربة لازم ما ينفعش أنا قاعد كده وأقول إيه عادي بادي هختار بين التسويق مثلا والعلاقات العامة، ما ينفعش خالص. أنت لازم تقرأ. عارفين أنت لو كتبت يعني معنى التسويق بس على جوجل هيظهر لك حاجات كتير قوي، من مم. خلالها هيبقى عندك باك جراوند كويسة تقدر بس على الأقل تحدد. حلو. يعني في ناس ما بتقدرش تحدد من البداية، فأقول لهم طيب اسمعوا سيشن، اسمعوا فيديو، مم. اقرأوا كتير في الموضوع. وقتها الإنسان بيبقى عارف شغفه فين، بيبقى عارف هي الحاجة دي شبهه ولا لا. فمن عظيم. هنا بقى بيبدأ الشغل. طيب، دخلنا اول نشاط طلابي وهو معرض النظم والحاسبات، صح كده اللي هو ازنس. طب بالظبط. الخطوة اللي بعد كده يعني شايفة ان انت اخدت خطوات عاملة ازاي بعد كده؟ كنت في الفريق طبعا بتاخدي تأهيل الهيد والفويس والحاجات دي كلها. هل انت اعتمدت بشكل كبير على الشرح بتاعهم ولا بدأت تاخدي مصادر خارجية، تاخدي كورسات بره؟ في البداية خالص، أنا حابة أشكر جدا 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 الهيد بتاعتي وقتها. أنا بكون ممتنة للناس اللي ساعدوني، بس مهندسة آلاء هي فعلا كانت بتتعامل معانا اللي هو أنا مش هسيبكم تخرجوا من الفريق غير وأنتوا فعلا متعلمين. طيب. كانت حرفيا كل يوم تاسك، كل يوم فيديو بنسمعه، كل يوم كورس على إدراك. برضه بنتفرج عليه ليه؟ علشان ده يدينا حصيلة معلومات كبيرة قوي تفيدنا في الشغل. فطبعا خدنا تأهيل جامد جدا.
بدأت بقى ان انا ادون كل الحاجات دي وبذاكر بجد، انا داخله الموضوع ان هو بجد. مم. ليه؟ عشان انا حاطه تارجت قدامي. فذاكرت كتير قوي كبدايه. لا، اهتميت ان انا اخلص التاسكات اللي عليا، لان احنا كمان في التيم بيبقى عندنا شغل كتير قوي بنعمله، فانا مم. مهتمه ان انا اطلع شغل كويس عشان اخر الشهر اكون بيست ممبر. عظيم. بجانب ده سبحان الله، يعني هي تدابير ربنا، ان كان في فريق عندنا في القسم، قسم علم اجتماع. مم. الفريق ده اسمه سي اس اس سي. حلو. برضه الفريق ده كان موجود، فقلت طيب حلو، انا هنا موجوده، طب ما ادخل حاجه كمان. ما انا الموضوع بقى عجبني، يعني انا كنت معرفش ان في حاجه اسمها انشطه طلابيه نهائي. فدخلت فيه. يشاء القدر ان فجاه الهيد اللي تكون موجوده كان اسمها برضه باشمهندسه روان. مم. برضه هي ساعدتنا كتير قوي، ادتنا تاهيل لمده اسبوعين ومشيت. ويلا احنا نختار من اللجنه حد يمسك هيد. حلو. اللي هو يا جماعة لسه بدري، طب أنا هعمل إيه؟ طب هل فعلا هقدر أكون قد المسؤولية؟ مم. عملت التاسكات اللي كانت مطلوبة، ما هو علشان يختاروا مننا ادوا تاسك معين. الحمد مم. لله كان التاسك بتاعي أحسن تاسك، حلو. واتقبلت إن أنا أكون هيد. فبدأت إن أنا من هنا بتعلم، ومن هنا بعمل سيرش وبدور عشان أعلم الناس اللي موجودة. وده عظيم. كان أول بقى تجربة ليا إن أنا أشرح قدام حد. حلو أوي. فالموضوع جه الاتنين مع بعض، ان انا بدور وببحث وبقدم شرح للناس، وعلى الجانب التاني انا اصلا بتعلم وباخد شرح. فده طبعا كله مع بعض لا بيخلي الانسان بدل ما هيتقدم في سنه، مم. اتقدم في كام شهر. يعني هو سبحان الله دي حاجه ما كانتش مترتبه. فدي كده كانت قصه الانشطه الطلابيه. حلو. يعني احنا خدنا اصلا نشاط طلاب واحد اتعلمنا فيه شويه، رحنا نتعلم في مكان تاني، هو سبحان الله هو اجتهاد وسعي. واكتر ما هو حظ منك او انت بالظبط. الجامد او الحاجه كده. ما شفتش حد في الانشطه الطلابيه يقول لك انا كنت عاوز اخش هيد لما بقيت هيد، او ما كنتش عايز اخش فايس لما بقيت فايس. هي سبحان الله انت بتترمى في التجربه، وانت وحسب شطارتك وحسب اجتهادك وسعيك بتقدر تقدم حاجه كويسه، وتبدا اللي انت تاخد على الوضع، تبدا بقى تطور هنا تبحث هنا عشان تكون شخص مميز في المجال اللي انت دخلت فيه. ففعلا ما تستناش، يعني لو انت عاوز تخش مجال ما تستناش للمجال دوت ان انت بقى لازم يكون عندي كل المعلومات عشان اقدم هيد او عشان اقدم فويس. هي الموضوع كله يجي واحده واحده. فعلا دي حقيقه، وطالما انت فعلا نيتك ان انت تتعلم وتفيد غيرك، هتلاقي ربنا ييسر لك امورك كلها. حلو. الموضوع ده عن تجربه يعني. مم. عظيم. طيب اول انترفيو بقى قعدت تجهزي له عشان تكوني مميزه وعشان تتقبلي والحاجات دي كلها. إيه الحاجات اللي انت ركزت عليها وانت رايح انترفيو، او ايه الحاجات اللي انت تنصحيني بيها لو انا لسه رايح نشاط طلابي هقدم في البي ار؟ ايه الحاجات اللي انت مثلا ممكن تكوني شايفاها تركز عليها وانت رايح الانترفيو؟ طيب جميل قوي. هو عامة الأنشطة الطلابية هي أول طريق للنجاح، هي أول سلمة أنت بتاخدها اتجاه المجال اللي هتتعلمه. اه النشاط الطلابي هو لوحده مش كفاية، يعني كتير قوي بيقعوا في فجوة إن أنا دلوقتي بقيت هيد، أنا وصلت لأعلى حاجة في المجال، الشركة بقى مستنياني بكرة. والحقيقة إنه لا، الحقيقة إن أنت دلوقتي بقى عندك البيزك بتاع المجال، اكتسبت مهارات تؤهلك إن أنت تدخل في سوق العمل وأنت مطمن. بس تبدأ بقى إن أنت تشوف الخطوة اللي جاية إيه، ودي هنتكلم فيها دلوقتي. ولكن خليني أقول لك، علشان إن أنت تدخل انترفيو فأنت لازم تكون محدد مجالك إيه، عن طريق إن أنت سمعت فيديوهات، قرأت عن المجال، ممكن تحضر سيشن كده في التيم اللي الأنشطة الطلابية بيقدموها، هيبقى عندك برضو معرفة بالمجال ده بيقول إيه. دي أول حاجة. تاني حاجة، مهم تدير وقتك صح. يعني طالما انت داير وقتك صح، هتبقى قادر ان انت تخلص التاسكات بتاعت الكلية والتاسكات بتاعت التيم. لان التطوع هو التزام مش الزام، يعني انت جاي تتطوع معانا، بس ضروري ان انت تلتزم بالحاجات اللي انت مكلف بيها. انا مش بلزمك او مش بأمرك بحاجة، بس انت جاي تتعلم، فساعدني ان انا اعلمك عشان تخرج فعلا بأكبر استفادة. مهم ان انت تكون محدد طريقك ايه، يعني انت عاوز توصل لايه، علشان انا كهاد هقدر ان انا اساعدك، او اشوف ان انت شخص بتسعى وعاوز ان انت فعلا توصل، فابدا ان انا اساعدك في حاجه زي دي. حلو. لو ما عندكش مهارات عادي، بس المهم ان انت تبقى حابب تتعلم، تبقى حابب ان انت تطور من نفسك، مش سايبها زي ما تيجي، او ان هو عادي، هو يعني الموضوع ده مش له اهميه بالنسبه لك، لا هو غيرك له اهميه بالنسبه له، فاحنا بالتالي هنسيب مكان للشخص اللي عاوز فعلا يستفاد. عظيم. مهم تكون قارئ على الاقل عن المجال.
عارف ايه هو المفهوم بتاعه بكل بساطة، عارف ايه اقسام المجال بشكل بسيط، عندك خلفية عن الوظائف اللي انت هتقوم بيها. دي عظيم. يعتبر اهم الحاجات اللي انت تكون محضرها. ليه؟ لان انت بتتقيم في حاجتين، يعني انت بتتقيم تكنيكال وبيرسونال. مم. بيرسونال ده بنشوف الشخص اللي قدامنا هل هو مؤهل في التعامل وعنده مرونة ان هو يكون معانا تمام ولا لا، وتكنيكال هو ايه فكرته عن المجال. من مم. هنا بنحدد الشخص ده اكسبت معانا او لا. عظيم. طيب، انت قلتي حاجة كده، وهو انت لازم تكون محدد انت داخل عاوز ايه اصلا. دي حاجة بالظبط. تنقلنا برضو اعمل ده ازاي. انا لسه واحد طالع من ثالثة ثانوي، سواء كنت علمي او ادبي، جايب مجموع او مش جايب مجموع. فهو طالع اصلا ما هوش عنده حتة ان هو يكون عارف هو عاوز ايه، لان هو طالع من ثالثة ثانوي. احنا كلنا عارفين ان اغلب الناس اللي بتطلع من ثالثة ثانوي هو ما كانش عاوز ايه، هو مش عارف هو عاوز ايه. هو عايز كلية قمة لو هو في علمي، او عايز اعلى مجموع في كلية الادب عشان يخش كلية حلوة. فهو ازاي يقدر يحدد ان هو محتاج ايه بالظبط من المجال اللي هو داخله؟ مهم قوي ان انت تكون فاهم نفسك. يعني حتى انت دلوقتي لو الدنيا وقفت معاك قوي وجاي تاخد استشارة عشان تحدد انت هتعمل ايه، فانا اول سؤال هسأله لك عرفني بنفسك. مش مم. عرفني بنفسك قول لي اسمي وانا متخرج من كذا او مخلص كذا، لا، عرفني بنفسك انت عايز توصل لايه. حلو. دي حاجة. طب انت مش عارف خالص، ندخل على النقطة اللي بعدها. انت ايه المهارات اللي عندك؟ مم. كل واحد بتختلف بقى. عنده حد مثلا عنده حتة المرونة في التعامل دي كويسة قوي، عنده حتة مثلا إدارة الوقت، عنده حتة القيادة يقدر إن هو يدير ويمسك أكتر من حاجة ويعملها. مم. فلازم تكون عارف حاجة زي دي. ولو شخص مش عارف كل ده فلا، أنت محتاج تقف مع نفسك وقفة مم. وتقعد كده وتفكر وتدون كل حاجة عن نفسك. أنت مين؟ أنت عاوز توصل لإيه؟ أنت عاوز تنجح. عادي تكون مشتت في البداية، بس كل ما هتخطط كل ما الطريق هيوضح بالنسبة لك. حلو. طول ما انت تحدد الحاجة اللي انت عاوز توصل لها، لما تسأل غيرك هيقدر يساعدك صح. زي عظيم. كده بالظبط، حد يجي يقول لي يا كوتش انا عاوز شغل، انا عاوز وظيفة. مم. يعني عظيم. انا وقتها حتى لو قدامي اكتر من حاجة، بس انا مخي بيعطل اللي هو طب انت مجالك ايه؟ طب انت بتعرف تعمل ايه؟ ايه الشغل اللي انت عاوزني ادور لك عليه؟ فما ينفعش ان انت تقول مش عارف. طب انا وقتها هساعدك ازاي؟ فانت لازم تساعد نفسك عشان انا اقدر اساعدك. حلو. فدي نقطة. برضو مهمة قوي إن أنا دايما أستعين بغيري. يعني لقيت شخص هو عنده خبرة أسأله، مم. لقيت حد في مجال مثلا كتابة المحتوى، المجال عامل إيه؟ طب مم. كويس، هقدر إن أنا أتعلم بسهولة. هل إمكانياتي مساعداني لحاجة زي دي؟ يعني في حد مثلا إمكانياتها لو هي بنت إن هي ما تنزلش من البيت كتير، مم. مش هينفع أقول لها اختاري البي آر حتى لو هو مجالي. لا، أنت إمكانياتك إيه؟ مم. شوفي حاجة تعمليها من البيت. مش هقولك ان انت اقعدي متفرغة تماما وما تعمليش اي حاجة ولا تقدمي اي قيمة. شوفي حاجة تعمليها وانت في البيت، سواء حاجة هاند ميد تعرفي تعمليها، سواء مثلا مجال كتابة المحتوى، الترجمة، التصميم. مم. كل دي مجالات اقدر ان انا اشتغلها وانا في البيت واقدر اتعلمها وانا في البيت برضه. حلو. فمهم ان انا اعرف ايه امكانياتي واستغل الامكانيات المتاحة معايا. يعني ما ينفعش ان انا اوقف الدنيا علشان حاجة ناقصاني. طب ما هي مم. الحاجة دي مش هتكمل غير بالسعي. مم. يعني انا افتكر انا قعدت اول سنه من التدريب انا بشتغل بالموبايل بس. وكتير مثلا يجوا يسالوني يا كوتش احنا عاوزين شغل، اقول لهم طب مجال كتابه المحتوى كويس. طب اصل احنا ما عندناش لاب. يا جماعه ده كتابه محتوى، ده انا بقدم لكم الكورس من غير لاب، فانتوا مم. بتتكلموا في إيه؟ فمن خلال بقى الشغل بتاع السنه ده انا قدرت بعدها اجيب اللابتوب. مم. ففعلا انا لو استغليت الامكانيات المتاحه معايا هوصل بقى للي انا عاوزه. لان مفيش حاجه اسمها الوقت المناسب. يعني مم. فكره الوقت المناسب دي مش بتيجي. هو بالظبط. الفكره انا باخد الخطوه وبنفذها، فبالتالي بوصل للحاجه اللي انا بتمناها. مم. حلو. طيب، هي الحتة بتاعت إن الوقت المناسب مش هيجي فعلا. أنت لو قعدت تستنى بقى الحاجات البرفكت والظروف الكويسة، وإن أنا لازم يكون عندي كل الإمكانيات ديت عشان أعمل حاجة، مش هتعمل حاجة ومش هتتحرك من مكانك. هو خير الحاجة اللي أنت ممكن تعملها عشان تقدر تثبت نفسك أو تاخد خطوة في المجال، وهي اللي أنت ترمي نفسك في التجربة بالإمكانيات المتاحة معاك. يعني زي ما الكوتش قالت، ان انت مثلا ما ينفعش تكون قاعده في البيت، او انت بقى اصلا ما بتحبش الحركه، او ما بتحبش اللي انت تروح او اللي انت تيجي. فبالتالي مجال البي ار مش هينفعك. هينفعك اكتر الكونتنت او الكوبي، الحاجات الخاصه شويه بالماركتنج او السوشيال ميديا او الفيديو اديتنج، اللي انت شخص انطوائي شويه او شخص بتحب
القعده في البيت او ما بتحبش الحركه. دي حاجه. برضو ممكن نتكلم في حته الانترفيو. انا افتكر ان انا اول انترفيو عملته كان برضو في البي ار، كان في معرض القصر التطبيقات الهندسيه. هو انا فعلا برضو كنت دخلت بي ار، بس اول حاجه دورت عليها اللي هو انا البس ايه اصلا يعني. ما دورش حاجه عن المجال، انا ايه الفورمه اللي انا ممكن البسه. دي فعلا دي حاجه، دي خطوه. الخطوه الثانيه اللي انا دخلت سمعت حاجات على جوجل، اللي هو ايه الفرق ما بين مثلا الماركتنج والبي ار. الفرق ما بين مثلا ايه اللي يخليني اخش ماركت البي ار، ما اخشش مثلا حاجه تانية. بدات ابحث عن الحاجات ديت، وانا فعلا كنت شخص انطوائي جدا 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 يعني، ما كانش ليا في الاجتماعيات خالص يعني بصراحه. بس فرحت رميت نفسي في التجربه، وسبحان الله كملت في المجال وشفت حاجات تانية ودخلت اماكن تانية. فاللي انا اقصده من الحاجه ديت ان انت مش معنى ان انت الظروف بتاعتك مش احسن حاجه او انت انطوائي فانت ما تنفعش في المكان. جرب نفسك في بالظبط. التجربه، وزي ما تيجي تيجي، وعلى حسب امكانياتك برضه. هو ربك اللي بيسهلها يعني، ما دام انت بتسعى وبتحاول ان انت تثبت نفسك. وانا مقتنع بمقوله دايما ان انت ما فيش معلومه هتعرفها والا ان هي هتفيدك. يعني دخلت البي ار ما كملتش فيه، مستحيل المهارات اللي في البي ار اللي انت استفدتها مش هتفيدك في اي حاجه تانيه. بالظبط. م. يعني الأنشطة الطلابية احنا أصلا بندخلها علشان نحتك بالناس. م. بيبقوا مثلا خصوصا لو بنات هم منغلقين قوي على نفسهم، هم مش عارفين يتعاملوا، فالنشاط الطلابي بيعلمك ان انت ازاي تتعاملي، ازاي تبقي في فريق عمل، ازاي ان انت يكون مطلوب منك حاجه وفي وقت انت مضغوطه فيه برضه تنفذي التاسك بتاعك، وهكذا. الحاجات دي بتأهلك ان انت لما تيجي تشتغلي بجد الدنيا بالنسبه لك تكون احسن كتير. يعني مظبوط. حتى نفترض ان انت ما بتعرفش تعمل حاجه خالص، فاول مره هيطلب منك تاسك تقعد فيه يوم كامل، تاني مرة هتقعد فيه كام ساعة، بعدين لما تيجي تشتغل بجد انت التاسك هياخد منك نص ساعة وتبقى خلصت. م. فده من خلال الممارسة، من خلال الخبرة، من خلال التطبيق العملي. فكل دي حاجات متوفرة في الأنشطة الطلابية. الأنشطة الطلابية فعلا مهمة جدا جدا جدا، ولكن في عندي تعقيب صغير، وهو مش أي نشاط طلابي أدخله. م. للأسف، للأسف بقالنا كام سنة كده أي حد مجمع شوية ناس يلا يا جماعة احنا نعمل فين، م. بتقدموا إيه ولا حاجة. م. طيب أنا ما ينفعش أدخل حاجة زي دي وأقول هي ضيعت وقت، هم فعلا هيضيعوا وقت. م. انت لازم تختاري فريق هو فعلا بيقدم قيمة. طيب هعرف ده ازاي؟ عن طريق البيج بتاعتهم. يعني مبدئيا كده البيج شغالة بتقدم كورسز، في شغل بيتعمل، في حاجة آخر السيزون بتتقدم، فبالتالي إن الفريق ده شغال إن أنا هكون موجود معاهم، فبالتالي يبقى في حاجات أنا شغالة عليها. مش حلو. يلا يا جماعة نتجمع نقول أي كلام، نقول يعني إيه بي آر. حتى بيبقوا الناس ما عندهمش مهنية تماما، فبيعلموا الناس غلط يعني للأسف. انا بلاقي ناس يقولوا حاجات عن البي ار اللي هو انتوا جبتوا الكلام ده منين يا جماعه؟ الكلام ده مش صح. م. مفيش حاجه اسمها ان شغل العلاقات العامه ان انا بكلم مدربين وسبيكرز بس. دي م. كارثه يعني. احنا كده بنخرج ناس مخترعين مجال جديد. م. فطبعا حاجه زي دي يعني بجد والله بتصدم من حاجه زي دي. فللأسف لا، محتاجين إن احنا ندور كويس قوي قبل ما ناخد أي خطوة. الموضوع مش صعب، ولكن محتاج تفكير، محتاج خطة، محتاج تأني في الحاجة اللي أنا بعملها، ومحتاج سعي واجتهاد. بعد كده بتلاقي ربنا كرمك. يعني مش هقولك اعمل واحد اتنين تلاتة هتمشي على الخطوات دي بعدها توصل لشيء معين، لا. فعلا تدبير ربنا بتبقى فوق كل شيء. يعني أنا برضو أفتكر قبل ما أشتغل بقى دايركت كفي آر، أنا اشتغلت في شركة تنظيم إيفنتات، شركة بتقدم مؤتمرات، بيبقى مسابقات كده علمية. فأنا اشتغلت فيهم الأول. الشركة دي كنت قابلتها إن هي كانت نازلة سبونسر معانا في إيفنت. م. فأنت هي حاجات كده يعني خطوات بتيجي ورا بعض مش مترتبة. إن أنا أشوف الشركة فتابعها، فبعدين يقولوا إحنا محتاجين ناس معانا في المؤتمرات اللي بنعملها، فأبدأ إن أنا أروح. فمن هنا بتبدأ تفتح لي فرص. وده مظبوط. ينقلنا لنقطة استغلال الفرص. يعني من غير استغلال فرص أنا ما كنتش هوصل لحاجة، طبعا بعد توفيق ربنا. م. إن أنا أي ورك شوب تتعمل يلا هحضرها حتى لو هي بعيدة عني. م. يعني لأن أنا دلوقتي بلاقي ناس أقول لهم مثلا مكان الورك شوب في حتة معينة، م. إيه لا لسه هنروح، ما لا لا خلاص م. شكرا. طب ما هتتعلمي إزاي؟ مش م. بعيد، ده الطريق ساعة. أنا كنت بروح للورك شوب الطريق ساعتين، اه. بس عشان كنت حاطة هدف وإن أنا عاوز أتعلم لحاجة معينة. حلو. هي دي الفكرة، فاستغل الفرص. لقيت حد قدامي مثلا عنده خبرة في شيء معين،
اقعد اتكلم مع الشخص ده واتعلم منه واستفيد من الحاجات اللي هو مر بيها. طب اعمل ايه وما اعملش ايه، طب قول لي نصيحة، وهكذا. مم. الحاجات دي فعلا هتفيدني كتير قوي. وكل حاجة وكل خطوة من دي هتضيف لي حاجات في طريقي، هتخليني ان انا اوصل اسرع. مم. الحاجات دي كلها مهمة قوي. عظيم. حلو قوي يعني، من الاخر ان انت تسعى. بس ده كل المقولة، او ملخص للي اتقال، ان انت تسعى. ما فيش حاجة اسمها بقى ان انا بعيد او مش بعيد او الحاجات دي كلها. لا، اروح ابحث هنا ودور هنا. مش هتوصل للمعلومة لما تكون بتدور واللي انت تروح اكتر من مكان. ما فيش حد بياخد المعلومة وهو قاعد. ما تاخدهاش، دي مستحيل. حتى لو انت خدت كورس اونلاين، يعني انا من الاشخاص اللي ما بحبش الحاجات الاونلاين بشكل كبير. ممكن تفيدك كمعلومات، يعني ممكن تاخد كمعلومات، ولكن التطبيق لازم تنزل اوفلاين. مش حاجه اسمها ان انا اطبق اونلاين. فده بالظبط. من وجهة نظري انا الشخصيه يعني. بالظبط، هو صح كده فعلا. من غير تطبيق عملي انت ضيعت نفسك وضيعت وقتك. م- كأنك كده مجرد سمعت كلمتين وخلاص، شكرا على كده. م- خصوصا مجال العلاقات العامة ومهارات زي البابليك سبيكينج. من غير تطبيق عملي انت سمعت كلمتين وخلاص، وقت التطبيق هتفضل في نفس مستواك. م. عظيم جدا. دي بقى حاجه تنقلنا اكتر، انا ازاي اقدر احقق الاستفاده الكامله من الانشطه الطلابيه، او ايه بمعنى اصح الاهميه اللي انا اخش نشاط طلابي اصلا. الأهمية زي ما قلنا كده إن هي بتخليني أكتسب مهارات، إن حلو. هي بتخليني أتعلم في البداية قسطي، بتقدم لي مستوى مجاني، بيخليني إن أنا أطبق عملي، بيخليني إن أنا أحتك بسوق العمل بشكل مباشر. م- بيخليني فعلا إن أنا أتعلم حاجة جديدة وإن أنا أستغل وقتي في حاجة مفيدة. فعلا لما حد إن هو بيبدأ يدخل نشاط طلابي ويبدأ إن هو مثلا يبقى في حاجة بيعملها أو في حاجة بيقدمها وفعلا في غير يستفاد منها، بحس م- إحساس إنجاز رهيب. إن أنا فعلا ذو قيمة، أنا بقدم حاجة كويسة للناس. عظيم. مش قاعد ما بعملش أي حاجة وكل الأيام بتعدي شبه بعضها، وفي الآخر أندم وأقول أنا ما حققتش حاجة زي الناس اللي نجحت دي. م- ما كتير بيقف دايرة الندم دي بالذات في نهاية كل سنة. الناس في نهاية كل سنة بيبدأوا إن هم يقولوا إنجازات السنة اللي هم حققوها إيه. م- فبالتالي انا ما عملتش حاجه، فبالتالي هلاقي في الوقت ده مفيش حاجه ان انا اقولها. فوقتها مش هلوم غير نفسي. فلما تبدا دلوقتي السنه الجايه زي دلوقتي هتكون مبسوط جدا بنفسك وهتكون فخور بكل خطواتك اللي انت عملتها. عظيم. عظيم جدا. طيب انا ازاي برضو اخد الاستفاده الكامله من نشاط طلابي؟ يعني دي اهم حاجه انا من وجهه نظري اي حد ممكن يكون بيسمعنا هو محتاج يعرفها. انا دخلت نشاط طلابي وخلاص، اخترت النشاط الطلابي كويس وباخد كورسات، احقق الاستفاده الكامله منه ازاي؟ المبادره. يعني احنا حلو. دلوقتي في تيم، مم. فانا قلت يا جماعه عايزين نعمل سيرش عن كذا، مم. اكون اول واحد بياخد الخطوه. حلو. دلوقتي في تاسك هيتعمل، اول واحد ينفذ التاسك، مم. وابقى حاطط كده ان انا اول واحد اخلص التاسك. حلو. في شغل بيتوزع، طب انا هاخد حاجه زي دي، انا هعمل حاجه زي دي، مم. واللي اعطل فيه ادخل اسال الهيد بتاعتي. عظيم. الموضوع سهل جدا، بس عاوز ان انا اكون شخص بياخد الخطوه. مم. حلو. يعني اهم حاجه ان انت عشان تحقق الاستفاده ان انت يكون عندك روح المبادره. بالظبط، وروح التعاون. ان مم. انت ما تحتكرش كل حاجه لنفسك وتقول انا كده الوحيد اللي هستفاد، لا. لما هنتعاون احنا كلنا هنعمل شغل هنقدمه بطريقه كويسه. مفيش حد يعمل كل حاجه، يعني دي حاجه طبيعيه. بس لما هتعاون بالتالي هنخرج شغل كويس. هنقدر ان احنا بدل ما نعمل حاجه صغيره، لا ده احنا ثلاثه شغالين عليها هنقدم فعلا حاجه كبيره وكويسه. مم. فدي برضه حاجه كويسه قوي. والتجربه طبعا، يعني ان انا اي حاجه حتى لو مش عارفها اجرب وابدا ان انا اشارك فيها. الموضوع مم. ده هيفرق معايا كتير. عظيم جدا. اضيف برضو على كلامك كمان، وهو اللي انت يعني جنب المبادره، اللي انت ما تعتمدش على المكان اللي انت فيه بس. يعني حاول ان انت تطلع بره شويه، تاخد كورس هنا. مش لازم تكون بفلوس، يعني حاول ان انت برضو في البدايه عشان ما تدفعش فلوس كبيره. خد يا عم حاجات ببلاش، اسمع حاجات على اليوتيوب، مع ان الكلام اللي على اليوتيوب المحتوى العربي مش احسن حاجه اصلا يعني. لو احنا جينا نشوف المحتوى الاجنبي هنلاقي ان اللي موجود اصلا على اليوتيوب ده ما هي الا ممكن 1% 2% من المكان. بس الى حد ما انت لسه بتبدا، فممكن تبدا فيه. وفي كورسات في حتى بتقدم على ادلال وغيرها. مم. في ميزه دلوقتي على يوتيوب ان انا وانا بسمع محتوى اجنبي ينفع ان انا اترجمه، فهيكتب كده الترجمه تحت الفيديو. بالظبط. لان فعلا المحتوى الاجنبي اقوى بكتير. مم. حلو. طيب، بالنسبه لحته برضو الاعتماد،
يعني انا اكون مدرب معتمد من جهه كذا ومن جهه مختلفه تانية، والحاجات دي كلها في التي او تي او المهارات الشخصيه او البي ار. الخطوات ديت اخدتها ازاي يعني؟ ايه الخطوات اللي انت عملتيها او اللي انا ممكن اعملها عشان ابقى مدرب معتمد في الحاجات دي، او حتى على الاقل في البي ار او اي مجال من المجالات بشكل عام؟ تمام. احنا كنا ذكرنا حتة الأنشطة الطلابية، وإن أنا بقيت هيد، فبدأت إن أنا أشرح للناس وأقدم لهم محتوى وأعلمهم زي ما أنا اتعلمت بالظبط. حلو. فحبيت مجال التدريب. واحدة واحدة بدأت أكسر حتة الخوف والرهبة من إن أنا أتكلم قدام جمهور. بدأ بقى إن هو يكبر في دماغي حتة إن أنا أطلع أحكي قصة نجاحي في تيدكس. حلو. ف... فكله كده جه ورا بعضه بفضل الله يعني. فبدأت ان هو طب خلاص انا عجبني قوي مجال التدريب. مم. بجانب ده انا كده كده خلاص شغالة بي ار، بس انا حبيت مجال التدريب من خلال المحتوى اللي قدمته، من خلال الشرح اللي انا بقيت اقدمه للناس، وقد ايه الناس مبسوطة قوي مم. وطريقته كويسة وفعلا استفدنا. وفعلا بقيت اسيب اثر في كل واحد بقدم له محتوى. وده اصلا اللي انا كنت بتمناه، ان انا اسيب اثر طيب عند الناس، ان حلو. انا فعلا اقدم قيمة كويسة تلمس قلوبهم، ان هم فعلا يكونوا فاكريني بكل حاجة كويسة. فحلو مجال التدريب كويس. بدأت ان انا الأنشطة الطلابية تكلمني، عاوزينك تقدمي معانا تدريب، عاوزينك تشرحي لنا، عاوزينك تقدمي تأهيل. مم. طيب حلو، بدأت ان انا خطوة ورا خطوة. طب ليه ما ابقاش مدربة؟ مم. بدأت بقى ان انا ادور انا ازاي اكون مدرب. حلو. علشان كده مهم ان انا ابقى فاهم نفسي، عارف ايه قدراتي، عارف ايه الامكانيات المتاحة معايا. مم. فبالتالي انا عارف ايه الخطة بتاعتي، انا محدد خطة، فالطريق قدامي واضح، فده سهل عليا كتير قوي. فتمام، انا هدخل مجال التدريب في حاجة اسمها تي او تي، مظبوط. تريننج اوف ترينر، مم. ان انا اتعلم ازاي اكون مدرب، ازاي اعمل حقيبة تدريبية، ازاي ان انا افهم انواع المتدربين المختلفين، وازاي اتعامل مع كل واحد منهم. الموضوع اوسع من ان انا اقدم كده محتوى اقول كلمتين وخلاص. مظبوط. عشان كده في فرق بين المحاضر والمدرب. حلو. الموضوع ده مهم قوي. مم. المحاضر هو شخص بيقدم محتوى بيكون محضره عادي جدا، إنما المدرب بيقدم حقائق تدريبية، مم. بيقدم تدريب بيكون واسع المدى. بيكون له أهداف من التدريب. المحاضر هو بيقدم توك واحد أو سيشن واحدة، فمش كل محاضر مدرب، إن مظبوط. ده بيحصل لبس كتير قوي عند الناس. تمام. فبدأت إن أنا آخد تدريب التي أو تي، وبدأت إن أنا أحضره، وبدأت إن أنا أطبق عليه، وبدأت إن أنا أقدم في أكاديميات كترينر. مم. طيب كل ده حلو قوي. بدأ يقابلني، أنتي معتمدة منين؟ فين الاعتماد بتاعك؟ أنتي حلو. تمام مدربة، فين الكارنيهات؟ مم. فهنا بقى عندي هدف جديد، إن أنا إزاي أكون مدرب معتمد. مظبوط. برضو ما اقدرش اقول ان هي كانت شطارة مني. سبحان الله، انا عملت سيرش، قعدت ابحث عن اكتر من مكان، ده بيقدم قيمة ايه وده الفوائد بتاعته ايه. مم. فالحمد لله ربنا وفقني ان انا خدت اعتماد من اكاديمية محلية هنا مم. واكاديمية دولية، فبالتالي بقيت مدرب معتمد دوليا. مظبوط. حلو. بس طيب في سؤال كده برضو، يعني احنا ممكن نكون اغلب الشباب عموما او اغلب المصريين بشكل عام، وهو ان المنتقبة ممكن تكون في مجالات معينة ما ينفعش تخشها. منهم سمعتها اكتر من حد البي ار. فازاي قدرتي اصلا تعملي الحاجه دي؟ ده مجال كله علاقات، ده اولا. مجال ثانيا ان انت بيبقى محتاج مجهود كبير جدا، سواء في الديلات اللي بتخلص، سواء في الايفنتات، سواء في التدريب، الحاجات دي كلها. فقدرتي ازاي تتعاملي مع الوضع ده؟ وخاصه برضو ان انت كنت طالبه في جامعه الازهر ومنتقبه، فده بيبقى فيها قيود اكتر. طيب، الموضوع ده منتشر، م- بس بفضل الله هي بتبقى حسب نية الواحد، يعني حسب نية الواحد ربنا بيسر له أمور. م- انا اول ايفنت نزلته تنظيم كان في مؤتمر. م- فقابلت حد، هو شخص ذو قيمة، هو شغال في العلاقات العامة. فرصة، رحت اتواصلت معاه، وزي حضرتك، وعرفته بنفسي، وانا ممبر بي ار في التيم. تنصحني بايه؟ اشتغل واعمل ايه؟ قال لي انتي بالنقاب مش هيكون ليكي فرص في مجال العلاقات العامة، فشكرا سلام عليكم. اصلا. فهو قال لي كده بس، وانا بقى قعدت يومين بفكر في الكلام. طب م- انا هعمل ايه؟ هل هتخلى عن حلمي علشان شيء معين؟ تمام. وحتة بقى انا اتخلى عن النقاب دي مش موجودة، يعني ربنا يثبتنا جميعا. حلو. فانا اعمل ايه؟
ربنا ألهمني إن أنا هكمل وهعمل اللي عليا وهثبت نفسي بمجالي، وهبدأ إن أنا أشتغل أيا كان بقى مكان هيرفضني، فأنا مش خير ليا أكون في المكان ده. عظيم. عكسه هيبقى في أماكن كتير قوي محتاجاني. ده راجع لإيه؟ راجع لشطارتي. مم. وكان وقتها شفت التوك بتاع دكتور ميسم مجدي، هي فاوندر أكاديمية ابن سينا، عظيم. ما شاء الله عليها منتقبة، مم. وكانت على مسرح تيدكس. مم. فتيدكس اهو بيقف عليها منتقبات عادي، مم. يعني تيدكس يعني لو انتوا بتقولوا ايه. لا. فالموضوع ملهوش اي صلة بالنقاب، انت شخص شاطر، فانا هتعامل معاك وهشتغل معاك. وده بالفعل اللي انا قابلني، يعني انا بفضل الله مفيش مكان جيت اتعامل معاه او ان انا جيت اشتغل معاهم قالوا لي سوري النقاب عائق او مشكلة. بالعكس بيكون في بينا كل الاحترام، واحنا مركزين اكتر في الشغل اللي انا هقدمه والشغل اللي انا هاخده منهم. عظيم. فحته بقى ان انا اركز قوي مع النقاب ويا ترى مين هيرفضني وايه الفرص اللي مش هتقابلني والحاجات دي كلها، ففعلا هلاقي الدنيا يعني اتعقدت معايا. مم. لكن طالما انا توكلت على الله وخلاص، انا نيتي ان انا فعلا هجتهد وهسعى ايا كان اللي هيقابلني، فعادي. وعادي ان انتي تكوني منتقبة ويقابلك مكان يرفضك عشان النقاب، يعني انا مش بقول ان هو مش موجود، هو موجود للأسف. مم. فعادي، دي حاجة ما تزعلكيش. هو مش خير ليكي وجودك في المكان ده. اشتغلي على نفسك اكتر، ابدأي شوفي اماكن تانية متاحة، وكل ما هتجتهدي كل ما ربنا هيكرمك. عظيم جدا. يعني من الآخر مبادئك واعتقاداتك الشخصية واعتقاداتك الدينية مش هتوقفك ومش هتعطلك عن حاجة طول ما أنت نيتك خير واللي أنت بتسعى. بالظبط. وطول ما انت مقتنع باللي انت بتقوله وبتعمله، فاللي قدامك هيكون مجبور ان هو يحترمك زي ما انت. عظيم. حلو قوي. منصة تيدكس طلعت عليها ازاي؟ يعني ده يعتبر حلم، مش هقول حلم على قد ما هو اي حد في العالم عموما بالنسبة له منصة تيدكس ده، وان انت تطلع متحدث في تيدكس تشرح او تقول قصة حياتك بشكل عام، الى حد ما حاجة بعيدة المدى شوية لاغلب الناس. فمجرد ما انت تخشيها، ومش من الوقت، مش من بعد ما تعرفت بشكل كبير، ولكن من قبل كده، فده برضو عملتيه ازاي؟ يعني حابب اسمع اكتر في الحتة دي. طيب، هو الأول تدكس عشان تطلع فيها بيكون عن طريق حاجتين: عن طريق إن حد عمل لك recommendation لحاجة زي دي، حد رشحك ليهم، أو هما بيفتحوا فورم عادي كده in general، أي حد حابب يقدم وهو شايف نفسه بيقدم حاجة كويسة يملى الفورم وهنتواصل معاه. حلو. أنا الحمد لله كان عن طريق ترشيح حد ليا. مم. فده بالنسبة لطلوع التدكس. فزي ما كنا بنقول، أنا عاوزة أنجح، عاوزة أسيب أثر. وبقى كان عرفت تيدكس من وأنا في ثانوي، فاللي هو إمتى إن أنا أنجح فعلا واستحق إن أنا أوصل لحاجة زي دي، حلو. إمتى فعلا إن أنا أحقق نجاح وأسيب أثر ويكلموني وأطلع أنا أنصح الناس وأكلمهم وهكذا. مم. فبدأت إن أنا أشتغل على نفسي، ولما دخلت حتة بقى التدريب وبدأت إن أنا أشتغل في البي آر، حتة تيدكس ما كانتش في دماغي قوي. يعني أنا مش بعمل كده عشان تيدكس، أنا بعمل كده عشان بجتهد وعلشان بسعى وعشان الحاجة اللي أنا بعملها. حلو. فجأة بدون أي ترتيب لقيت بيكلموني: إحنا الأسبوع الجاي عندنا إيفنت في تيدكس بنها، وأنا من القاهرة، حلو. هتيجي؟ فانا هنا وقفت قدام ان انا يا اما اسافر واستحمل البهدله في سبيل ان انا احقق حاجه عاوزاها، مم. او ان انا اختار الراحه وخلاص عادي وبقى ممكن تبقى تجيلي معرفش امتى. مم. عامه الناس ممكن تفكر ازاي لو انت مكان اي حد؟ يعني مش عارف. هو في حد هيفكر من ناحية إن هي فرصة مش هتتعوض، مش هتجيلك كتير أصلا يعني. أنت هتطلع كم حد هيكلمك من تيدكس أصلا على مدار حياتك عموما يعني مهما كان. في حد هيشوفها فرصة، في حد تاني هيقول لا أنا متوتر مش هقدر أطلع أقول حاجة، أنا ما عنديش محتوى، ده لسه عامل محتوى ده الأسبوع الجاي. فهي برضه تلخبط أي حد. في حد هياخد الفرصة وحد تاني مش قادر، أو الرهبة مش يقدر يكسرها بشكل كبير. بالظبط. انا بتعامل مع اي حاجه ان هي فرصه بتيجي للانسان مره ومش هتتعوض. مم. وانا اخترت ان انا اسافر. والسفر مرهق، يعني انت رايح تتكلم، فانت المفروض تبقى بكامل قواك وصحتك ان انت هتقف تتكلم. يعني ان انت تتكلم تلت ساعة او نص ساعة متواصل، الموضوع مرهق، كفاية مسكة المايك بس بتكون مم. متعبة. ده غير كده كمان ان اللقاء بيبقى مسجل وبينزل على البيج بتاعت اليوتيوب اللي هي عليها كام مليون.
فده اصلا تفكير مختلف العالم تماما كله عن بيشوفه. اه بالظبط. فده اصلا توتر فوق التوتر اللي انت بتتوتره والناس موجوده قدامك او الناس قاعده قدامك وانت بتكلمهم كمان. بالظبط، فانا اخترت ان انا هروح ايا كان بقى. والفكره بالنسبه لي ان هو حاجه انا نفسي فيها قوي فجاه هتحصل. فرهبه وتوتر يمكن. كمان العدد اللي كان موجود وقتها مقارنه بالكورسز اللي انا بقدمها، العدد قريب، مش حاجه بالنسبه لي ان هي تسبب لي رهبه، بس كموقف له رهبه. مم. ووالدي ربنا يبارك له بصراحه هو مديني ثقه كبيره قوي، ومؤمن بكل حاجة أنا بعملها. وحتى هو سافر معايا، أنا تعبت جدا اليوم ده عشان ما سافرش لوحدي، وجي معايا ودعمني إن لأ أنا أمسك في حلمي وإن أنا أكمل. عظيم. الموضوع ما كانش سهل، بس أنت كل حاجة ليها مقابل. مم. يعني ضريبة الراحة، ضريبة النجاح إن أنت تتخلى عن الراحة، اه. ضريبة النجاح ان انت تتخلى عن وقت الرفاهية بتاعك. مم. فمش ان انت من الفراغ كده هتنجح. وده اللي انا اخترته، ده اللي انا اخترت ان انا اعمله. وفضل الله سافرنا ورحت وقدمت التوك، وكانت تجربة لذيذة جدا. الحمد لله، يعني انا محظوظة ان ربنا كرمني بحاجة زي دي. وطلعت تاني في ايفنت كسبيكر كان في المنصورة، وانا من حلو. القاهرة برضه. اه. واخترت ان انا اسافر. انا مش عارفه ايه الصدف معايا ان هي تكون محافظات، ومره كان في الفيوم، بس ده اتاجل يعني. مم. بس انا بختار ان انا اروح، حلو. وتجربه جديده وسفر، وان انا اقابل ناس مختلفه. فعلا الموضوع يستحق طول ما انت مؤمن في نفسك، مم. وعارف اللي انت بتقدمه ده هو فعلا حاجه كويسه وحابب تنجح. فليه لا؟ انت فعلا هتدوس وهتوصل لنتيجه مرضيه في الاخر. حلو أوي. حته ان انا مثلا ليه بطلع بره القاهره، انا شايف ان انت لما بتطلع بره القاهره احسن بكتير من ان انت تكون في القاهره. ده ممكن يكون لنا احنا كشباب، يعني البهدله ده عادي بالنسبه لنا. ولكن انا بحس ان انت بتكون بره القاهره او بره النشأة اللي انت فيها بيديك فرص اكتر ان انت تتعرف على ناس اكتر. بيديك فرصه ان انت تعرف دماغ ناس اكتر، بتعرف على ثقافات مختلفه من المحافظات اللي انت موجود فيها. فده حاجه يعني كويسه ان انت اصلا بتحاول يعني. ممكن برضو انا طلعت على تيدكس، في ناس ممكن تفكر كده انا خلاص انا طلعت على المنصه اللي هي اكبر منصه على مستوى العالم مش مصر بس. فممكن يقول خلاص انا خدت الحاجه اللي انا عاوزها فانا رحت بنها خلاص، فاي ايفنت هيجي لي من القاهره هروح وبره القاهره مش رايح. خلاص كده كده اتعرفت. لا فعلا لازم ان انت تكمل. ما هو انت هيجيلك فترة تقول ماذا بعد. يعني مم. انا جيت بعد ايفنت تيدكس ده اللي هو ماذا بعد. ايوه انا بالظبط. ده كان هدف عاوزة احققه جامد جدا، مم. وفجأة حققته. طب بعدين مم. ايه اللي انا هعمله؟ فلو انت مش حاطط خطة هتتوه، والتوهان ده هيعطلك. حلو. فلازم تبقى عارف انت هتعمل ايه. حققت الهدف ده، فانت مفيش مانع ان انت تاخد بريك، مم. راحة شوية. تبدأ ان انت تفكر ايه اللي انت عاوز تعمله بعدين، ايه هدفك قدام. الموضوع فعلا يستحق ان انت تشتغل على نفسك. يعني انا لحد دلوقتي على فكرة بحضر كورسز. يعني مم. مش معنى ان انا بقيت كوتش وبقيت شاطرة في مجالي ان انا ما احضرش كورسات واطور من نفسي. أكيد. طول ما انت بتطور من نفسك، كل ما بيقابلك معلومات جديدة، كل ما بتوصل لمستوى اعلى، فالموضوع فعلا بيكون ممتع كتير قوي. بالظبط. فلازم تبقى حاطط دايما خطة لنفسك ماشي بشكل منظم ومحدد. ده هيساعدك ان انت توفر وقت كبير قوي عليك. حلو. هو انا كنت شايف بوست منزلاه الفتره الاخيره، يعني كانت المسافه صفر بتاع الدكتور احمد عواره يعني عن الفريلانس والخطه بتاعت الفريلانس وازاي تعمل محتوى كويس والحاجات دي كلها. فكان في بالظبط. بوست، اصلا البوست انا قراته للنهايه يعني وانا بعمل سيرش عن عشان يبقى المحتوى بتاع البودكاست ماشي مع الحاجه او الحاجات اللي احنا بنقدمها الفتره دي. فلقيت ان البوست دايما انا كنت مفكره ان انا بعد الكليه مفيش تعليم او مفيش تعلم مم. وهكذا. ففعلا انت مفيش حاجه اسمها توقف تعلم، يعني ممكن يكون اصلا الدكتور احمد عواره ذات نفسه بياخد كورسات اللي هو انا باخد عنده دي كورسز. حقيقة. بالظبط. فهي ماشيه كده، مفيش حد بيوصل لليفل اللي هو ما عادش في تعلم. لا، هو انت بتتعلم حتى لو انت بتاخد معلومه من الناس اقل منك في الخبره او اقل منك في المستوى. الناس دي بيكون عندها مثلا معلومه مختلفه او منظور مختلف في مجالات مختلفه يعني. على حسب برضو الشخصيه ذات نفسها انت بتفكر ازاي وعايز تعمل ايه والمعلومه اللي انت عايز توصل لها تكون ازاي اصلا. الدنيا ماشية برتم سريع قوي، فانت وصلت لليفل معين ومش هتطور نفسك، فانت هتفضل واقف. بالظبط. كل اللي حواليك هيسبقوك، فجأة انت هتفوق هتلاقي نفسك متأخر. مم. حلو. ده ينقلنا برضو لحاجة أهم بقى، وهو السوفت سكيلز أو المهارات الشخصية أو الحاجات اللي إحنا ممكن بنقول عليها
يا عم ملهاش لازمه، انا اهم حاجه اكون شاطر في مجالي واشتغل بيه. حد تاني يقول لا، انت مثلا لازم يكون عندك سوفت سكيلز بنسبه 70% و30% تكنيكال. فايه هو اصلا السوفت سكيلز بشكل عام؟ يعني ايه الحاجات ديت؟ احنا بنسمعها مصطلحات كتير. انا عامل كورس النهارده في السوفت سكيلز بقى في كل المهارات اللي فيه. ايه هو اصلا يعني ايه مهارات شخصيه؟ المهارة هي القدرة على فعل الأشياء بسهولة. حلو. المهارة هي مجموعة خبرات، مجموعة معارف، مجموعة تجارب أنا موجودة عندي بتخليني إن أنا أشتغل بطريقة أسهل وبطريقة أسرع. مم. يعني إيه؟ أنا دلوقتي عندي بودكاست زي كده وهطلع أتكلم قدام الناس، أو عندي إيفنت هطلع أتكلم قدام الناس. مم. أنا مش هعرف أتكلم قدام الناس، ده معناه إن أنا مفتقد مهارة التحدث أمام جمهور. بالتالي أنا ما عنديش المهارة. لو قدرت أتكلم فبالتالي أنا عندي المهارة. فالمهارات مهمة قوي قوي قوي. المهارات بتمثل الأساس بتاع الشخص. عظيم. يعني أنا دلوقتي لو جبت شخص علمته بي آر كويس قوي بس ما عندوش مهارات، هل مم. هيقدر يشتغل؟ اكيد لا. بالظبط زي كده. كأني بنيت عمارة شيك قوي وحلوة بس ملهاش أساس، مم. فبالتالي بعد مدة قصيرة هتنهار. يعني المثال ده احنا دايما بنقوله في السيشنز بتاعتنا. فمن غير مهارات انت مش هتقدر تشتغل. دايما لما بنيجي نعين حد او نختار حد ان هو يشتغل معانا مم. بنختار شخص هو عنده مهارات حتى لو التكنيكال بتاعه ضعيف. عظيم. عندك مهارات هتقدر تتعامل وتتعلم والدنيا معاك تكون مظبوطة. حلو. انما انت تكنيكال شاطر قوي وما عندكش اي مهارة، فانت اصلا هتتعبنا وهتتعب نفسك في الشغل، مم. مش هتقدر تأدي الشغل المطلوب منك. فالمهارات مهمة جدا جدا جدا. حتى لما حد يجي يسألني يقول لي اتعلم مثلا مجال معين هل ضروري مهارات، اقول له وانت بتتعلم مجال شوف ايه المهارات بتاعته وتعلمها معاه. مم. ليه؟ ده الاساس بتاع ده بيسند ده. الموضوع مهم جدا. عظيم جدا. طيب المهارات الشخصيه دي انميها ازاي؟ يعني هل بالكورسات ولا بالتجربه؟ حلو قوي السؤال ده. عامة المهارات أنا بتعلمها عن طريق حاجتين: عن طريق المواقف الحياتية أو عن طريق التدريبات والكورسات. حلو. يعني إيه المواقف الحياتية؟ دلوقتي نفترض إحنا موجودين في بيئة، نفس البيئة، مم. حصل لنا نفس الموقف اتعرضنا له. عظيم. انا استجابتي ضعيفة وانت استجابتك عالية، طبعا احنا عندنا فروق فردية. مم. فبالتالي انت اتعلمت الموضوع وأثر معاك وبدأت ان انت تستغله والموضوع يكون بالنسبة لك سهل. مم. انا اتعرضت لخمس مواقف من نفس الموقف ده وما حصلش فيا اي تأثير. هل ده عيب مني؟ لا. دي فروق فردية. فبالتالي انا كده عندي مشكلة في شيء معين فهبدأ ان انا اخد فيه كورسات. مم. انا المواقف دي علمتني والدنيا بالنسبه لي بقت تمام، فخلاص انا هقدر اتكلم قدام الناس مش محتاج كورسات خالص. ما هو في ناس بتقدر ان هي تتعامل ويبقى عندها مهارات من غير كورسات، من مم. خلال حاجات هي اتعرضت لها او معاملات هي مرت بيها وهكذا، فالموضوع فرق معاهم كتير جدا. حلو. فدي الحاجتين اللي احنا بنكتسب منهم مهارات. عظيم. انا ما قدرتش اكتسب مهارات من خلال الحاجات اللي انا مريت بيها، فلازم ان انا اخد كورسات. وما اهتمش بكورسات اسمع كلمتين وخلاص. مم. مهارات مثلا زي البابليك سبيكينج انا محتاجة اطبق عملي. مم. او عامة مهارات ادور على كورس بيشمل ان انا اخد التدريب وان انا اطبق عليه عملي. عظيم. التطبيق العملي هو اساس كل شيء، هو اللي فعلا هيخليني متأكد ان انا اتقنت الحاجة اللي انا بعملها دي. حلو. فالتطبيق العملي مهم جدا. عظيم. يعني نقدر ناخد مقولة كده ان انت الحاجات دي بتيجي عن تجربة شخصية مطعمة بالمعلومات، عشان تقدر توصل للحاجة الكاملة او اللي انت تقدر توصل. ما فيش حد كامل في اي مهارة عموما، بس تقدر توصل لليفل كويس اللي انت تقدر تتعامل بيه وتقدر توصل للي انت محتاجه. بالظبط. حلو قوي. طيب المهارات الشخصية دي هل هي مختلفة؟ يعني في حد يقول مثلا المهارات الشخصية دي اكتر حاجة مهمة فيها هي الكوميونيكيشن مثلا او التواصل. حد تاني يقول ان البرزنتيشن سكيلز هي اهم حاجه. حد تالت ازاي اصلا تعمل علاقات بشكل كويس. فانت لازم تكون عندك المهارات، كل المهارات اللي انت ممكن تكون محتاجها بقى، التفاوض، الاقناع، الحاجات دي كلها. انا كشخص مش لازم اكون في البي ار، ايه المهارات اللي لازم تكون عندي عشان اقدر اخش سوق العمل؟ طيب هو المهارات زي ما انت قلت كده بالظبط مختلفة. انا بالنسبة لي كان الببليك سبيكينج اهم مهارة عندي. حلو. انت مثلا مهارة إدارة الوقت دي اهم مهارة عندك. ففعلا المهارات الشخصية بتختلف. مم. كعامة بقى انا شخص مش بي ار وعاوز اطور من نفسي، فاهم المهارات
ان انا يبقى عندي البابليك سبيكينج كويس، او اللي هو مهارة التحدث امام جمهور. حلو. يبقى عندي تنظيم الوقت او ادارة الوقت، يعني من غيره الدنيا بتبوظ حرفيا. مم. التخطيط الشخصي مهم، اكون بعرف اعمل خطة، علشان انا من غير خطة هكون مش بحقق حاجة خالص. مم. القيادة، مم. حلو. ده أوقات هيكون مطلوب منك تمسك أكتر من حاجة، فلازم تبقى قادر فالقيادة إن كتير قوي ثقته في نفسه مهزوزة. مم. بالنسبة له اللي هو لا أنا مش عارف أعمل إيه، مم. أنا بالنسبة لي الدنيا إزاي وهكذا. فلو أنا بقى عندي ثقة في نفسي كويسة جدا، فنص المشاكل اللي بتقابلني دي هي خلاص اتحلت. كفاية جدا. التواصل برضو، لأن أنا هتعامل مع ناس بشخصيات مختلفة، مم. بأنماط مختلفة، فلازم تبقى عندي القدرة على التواصل. حلو. بس يعتبر دي أهم المهارات اللي لازم تكون موجودة. عظيم جدا. يعني نقدر نقول ان مفيش حاجه اسمها مهاره اهم من مهاره. هو المهارات كلها مهمه، بس على حسب المجال اللي انت فيه. المجال اللي انت فيه بالظبط. مثلا بي ار، فانت محتاج ان انت يكون عندك بابليك سبينج اكتر من حته مثلا حاجات مثلا خاصه بالماركتنج بشكل معين، اللي انت تعمل استراتيجي بشكل كويس. فهي بتبقى فروق عن مجالات معينه، بس لازم تكون عندك اغلب المهارات دي بنسب متفاوته. وحسب مهاراتك أنت، يعني كل واحد حسب شخصيته وحسب مهاراته، فبيكون بالنسبة له المهارة دي مهمة قوي إن هو يكتسبها، لأن هي مش موجودة عنده أو مستواه ضعيف فيها. تمام. طب انا ازاي اقدر اعرف ان انا المهاره دي عندي ولا لا؟ من خلال الحاجات اللي أنا بعملها أو إن هي بتقابلني، مم. انا بقدر اتعامل فيها ولا لا، حسب بقى كل موقف. طب انا برضو مش قادرة احدد، فانا هعمل سيرش عن مهارة إدارة الوقت، مم. اشوف هل الحاجات دي تنطبق عليا ولا لا. مش موجودة يبقى انا ما عنديش المهارة دي. استعين بمانيتور، ان انا احضر مثلا استشارة، او ان انا اسأل حد هو كوتش اصلا في الحاجات دي، هيقول لي تدريبات معينة، هيقول لي مثلا اعمل ايه وما اعملش ايه، هيبدأ يسألني شوية اسئلة يستنتج منها حسب خبرته ايه اللي انا موجودة عندي وايه لا. عظيم. حلو قوي. ما ينفعش ان تكوني معانا في البودكاست وما سالتيش عن البابليك سبينج او البرزنتيشن سكيلز يعني. فايه هي اصلا البرزنتيشن سكيلز او المحاور بتاعت البرزنتيشن سكيلز؟ طيب احنا الحمد لله يعني تقريبا على مدار سنتين كده عملت 8 ورشات تدريبية اوفلاين في البرزنتيشن والببليك سبيكينج. حلو. وانا دمجه بين الاتنين، لان ما ينفعش تاخد حاجه من غير التانية. مم. البرزنتيشن سكيلز مهاره العرض والتقديم، ازاي ان انا اصيغ محتوى واطلع اقدمه كويس. الببليك سبيكينج ان انا اقف قدام الجمهور، اللي هي مهاره التحدث امام جمهور، ان مم. انا ازاي اقف اتكلم، تعبيرات الوش، لغه الجسد بتاعتي، اقف ازاي، اروح فين، اجي منين، وهكذا. فاحنا في الورشه دي بندمج بين الاتنين، بنخرج الشخص اللي هو مش عارف يعمل اي حاجه هو قادر يقف قدام الناس. حلو. عن طريق ايه؟ عن طريق ان احنا بنشرح، بس الشغل كله على التطبيق العملي. مم. يعني العدد ما بيكونش كبير قوي علشان اقدر اسيطر عليه. مم. ممكن ان هو حتى لو وصلنا ل 30 شخص، فال 30 شخص بيقوموا يطبقوا. عظيم. انت لازم هتقف تتكلم عشان تاخد فيدباك، عشان تكسر حاجز الرهبة، لان حتى لو شخص خد تدريب طب يلا اقف، مم. لا، جميل. هو خايف مم. ومختار ان هو يفضل قاعد في الخوف بتاعه. فانا لازم ان انا اكسر عنده الرهبة دي، فبالتالي بلاقيهم اخر السيشن او مثلا لما يروحوا يبعتوا لي فيدباك، اللي مم. هو احنا ما كناش متخيلين ان احنا نقف نتكلم كده، ده الموضوع طلع حلو، الموضوع طلع سهل. مم. انا بالنسبة لي التدريب بقى اسلوب حياة. مم. انا بقيت احب التدريب، بقيت احب ان انا اقدم محتوى، بعد ما كنت شخص بيتجاهل الظهور تماما، او ان انا بخاف من الظهور. ففعلا لما بتكسر الحاجز ده حاجات كتير قوي بتتغير في الانسان. فالمحاور اللي بتكون موجودة ان انا بشتغل على ازاي ان انا احضر محتوى، ازاي ان انا اشوف الفئة المستهدفة بتاعتي، على اساسها بشوف الصيغة اللي انا هقدم بيها. طبعا بنشتغل بقى على ان انا ازاي اعمل بروفا، مم. تون الصوت، لغة الجسد، ازاي ان انا اظبط النفس بتاعي وانا بتكلم، لان في ناس بيكون عندها ضيق تنفس، فالموضوع بيكون صعب جدا بالنسبة لهم. مم. بعدين بنشوف ان احنا
خلاص واقفين قدام الناس، نبدأ نعمل ايه وما نعملش ايه. بعدين بنختم اليوم بنصايح، حاجات عامة كده ممكن نقع فيها واحنا مش واخدين بالنا. مم. وبعدين كل شخص معانا في القاعة بيقوم ان هو يطبق. طبعا احنا بنبقى كاتبين في الاعلان ان هو في تطبيق عملي، بس هما يعني بيقولوا ده كلام اعلان وخلاص ايوه فبيتفضل. اللي هو احنا خلصنا يلا هنطبق، فايه بيبقوا عايزين يفتحوا الباب ويجروا اساسا. بالظبط. الحمد لله حاجة زي دي نجحت جدا 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 ومستمرين فيها، لأن أنا شفت فيها تغيير حقيقي. حلو. وحاجة زي دي تميت قوي إن أنا أقدمها، لأن أنا في وقت من الأوقات كنت مكان الناس دي وما لقيتش اللي يساعدني، أو ما لقيتش حد يفهم إزاي إن فعلا شخص يكون خايف إن هو يتكلم. مم. كانت كلها كورسات علمية، يعني إيه public speaking، يعني إيه لغة الجسد وكده. طب ما كل ده حلو، أنا لسه خايف، أنا عارف أقف إزاي بس أنا خايف. مم. فدي النقطة اللي احنا لعبنا عليها واشتغلنا عليها في الورشة دي يعني. فبفضل الله يعني بدأت ان انا اخلي الناس تعرف تتكلم وتكون قادرة ان هي تتكلم. عظيم جدا. طيب يعني ممكن لو احنا نلخص مثلا مهارات البرزنتيشن سكيلز، لو حد عنده برزنتيشن بكره مثلا، ايه الحاجات اللي انت ممكن تقدمها له ياخد باله منها وهو رايح يعمل البرزنتيشن دي؟ حلو قوي. اول حاجة حضر كويس. ماشي. خلي معاك ورقة فيها العناصر المهمة اللي انت تتكلم فيها. حلو. الورقة او الباوربوينت بتاعك يكون فيه الهيدلاينز بس، ما يكونش فيه شرح نهائي عشان ما تتشتتش. مم. اعمل بروفا أكتر من مرة وقدام أكتر من حد. اسمع تقييم حد قريب منك وانت بتعمل البروفا دي. روح المكان بدري قبلها بمدة كافية. مم. اشرب حاجة سخنة عشان صوتك، واشرب مية علشان تهدي من التوتر اللي عندك. وجه تفكيرك في المحتوى اللي انت هتقوله، اه. ايا كان هتتكلم قدام مين او مين شايفك او مين بيسمعك. مم. حتة الخوف والرهبة دي هي كلها راجعة للعقل اللاواعي. انا لو قدرت اوجه تفكيري صح مم. كل حاجة بتتحل. لو انا مش بتوتر او انا قدرت اسيطر على التوتر ده، ففعلا انا هعرف اتكلم بسهولة تماما. مم. دي عظيم. يعتبر اهم الحاجات. حلو. هضيف بس على كلامك حاجة برضو أنا سمعتها منك أنت أكتر برضو يعني. كان في سيشن كنت بتديها في بيلدينج ليدرز تيم، وأنا كنت في الفريق ده بشكل عام من حوالي سنة ونص أو سنتين، كنت لسه داخل صدفة. المجال. إيه؟ صدفة. كنت بتقدمي برزنتيشن سكيلز، وقلت ان اهم حاجه لازم تكون عندك اداره الوقت بشكل كويس، وتكون محدد انت هتطلع بايه من الوقت ده. عشان الوقت ما يسرحش منك. حرفيا انت كنت داخله تقدمي برزنتيشن في ساعه ونص، خلصتها في ساعه ونص الا 3 دقائق بالظبط، بالاسئله بالوقت كله. فدي برضو ممكن تكون تاخد بالك منها حته ال الوقت مهمه جدا وانت بتقدم برزنتيشن بشكل كويس يعني. بالظبط، ما دي بقى لو هنشرح بالتفصيل. ان انا بعرف الفئة المستهدفة بتاعتي، بعرف نوع البرزنتيشن بتاعي ايه. م. بشوف انا ايه المدة اللي انا هتكلم فيها حسب نوع البرزنتيشن. ما احنا بنبقى ماشيين بقى خطوة خطوة. ندوة هتكلم في نص ساعة، سيشن هتكلم مثلا في ساعتين ساعة ونص. لو هو توك في ايفنت فانا هتكلم في تلت ساعة او نص ساعة وهكذا. فدي كلها بتكون خطوات بنمشي عليها عشان اقدر اقدم برزنتيشن كويس. عظيم جدا. طيب خلينا برضو نخش في محور تاني وهو البي ار. احنا قلنا عشان تخش نشاط طلابي بتقرأ مثلا شوية عن البي ار، تعرف ايه هو البي ار، الحاجات دي كلها. فممكن مثلا حد وهو بيبحث في السيرش بشكل عام، يعني في اي حاجة، فيسبوك سواء يوتيوب، ممكن يسمع البودكاست ان هو مثلا بيدور على معلومة ايه هو البي ار. وممكن برضو نتكلم شوية عن حتة ايه هو البي ار اصلا. تمام. العلاقات العامة أو ال PR هي اختصار ل Public Relations اللي هي العلاقات العامة. فالعلاقات العامة بكل بساطة هي حلقة الربط والوصل بين المؤسسة وبين الجمهور. عندنا جمهور داخلي جوه المؤسسة اللي هو الناس اللي شغالة معايا، وعندي الجمهور الخارجي اللي هو العملاء المتابعين. أنا بكون مسؤول عن إدارة كل ده. بكون مسؤول عن إدارة سمعة المؤسسة. إزاي إن أنا أخلي الجمهور بتاعي عنده ثقة تجاه المؤسسة بتاعتي. بدير السمعة بتاعة المؤسسة. وهنا بقول مؤسسة علشان تكون أعم وأشمل من شركة، لأن البي آر مش موجود في الشركات بس. فده بكل بساطة مجال العلاقات العامة. حلو قوي يعني. من الاخر هي حاجه جزء من، مش عايز اقول جزء من الماركتينج، بس هو الى حد ما حاجات خاصه شويه بحته التسويق او السمعه بتاعت الفريق ذات نفسه، او الشركه او المؤسسه بشكل عام. هي الحتة دي فيها خناقة شوية بين اه. البي ار والتسويق.
فعلشان نفرق بين الاتنين، التسويق هو بيسوق لمنتج أو خدمة، حلو. إنما أنا كعلاقات عامة أنا بروج للمؤسسة، اسم البراند نفسه. مم. فهو ده الفرق بين الاتنين. أنا من شغلي عندي جزء تسويق، مم. التسويق عنده جزء في شغله علاقات عامة. مم. فهو مش جزء مني ولا أنا جزء منه، كل مجال مختص بذاته، له فروع كتير وأقسام كتير قوي في حتة البراندنج بس اللي احنا بنشترك فيها. حلو قوي. من الاخر ده حسم الجدل، يعني اي حد متهيألي بيفتح سيشن في البي ار او الماركتنج، اول سؤال بيحطه او اول سيشن بيحطها ايه هو الفرق ما بين البي ار والماركتنج، او هل البي ار جزء من الماركتنج ولا الماركتنج جزء من البي ار. دي حاجة بتزعلني جدا لما بسمعها، اللي هو بالظبط. بيتعاملوا على مجال العلاقات العامة عشان هو مش معروف أو مش مشهور، فاللي هو كمالة عدد جوه المؤسسة. هي ده للاسف في مصر هو حرفيا ما فيش، يعني انت بتدور على انترشيب او مثلا او تنزل شغل او كده، صعب ان انت تلاقي حد عايز بي ار، فبيلاقيها مثلا داخله في حته الماركتنج شويه، بتلاقيه داخله في حته السيلز شويه، بتلاقيها داخله في مجالات مختلفه، فده ممكن يكون بسبب الدوله ذات نفسها او عدم الاهتمام بالحاجه دي، ولان كمان البي ار حاجه حساسه قوي، فالشركه مش هتغامر بسمعتها او هتغامر باسمها عشان حد مثلا مصري لسه جاي يتعلم في الشركه دي او في المؤسسه بتاعته، بس فبيجيب الموضوع حد. بدأ ينتشر عن الأول كتير. مم. يعني أنا أفتكر لما كنت في الكلية كان مجال البي آر معدوم تماما. دلوقتي لا، أنا بلاقي فرص كتير قوي. يعني أنا حتى عندي تشانل على تليجرام، مم. دي بنزل فيها وظايف بس. اه. فلا كتير قوي بيقابلني. مم. المشكلة بقى اللي بتقابلني مش إن هو مفيش شغل، إن مم. هو مفيش حد بتاع شغل. يعني مفيش حد هو اصلا. بيسعى، مفيش حد ان هو بيجتهد. يا كنتش احنا عاوزين شغل، طب في فرصة. ابدا بقى ان أنا اتواصل مع الشخص اللي كان طالب مني حد بي ار، يقول لي اصل هو ما ردش، اصل مم. هو قال الشغل تقيل، قال انا مش فاضي. مم. ف- فدي بجد يعني مشكلة انا لحد دلوقتي مش لاقيه لها حل. ان الناس بتقول احنا عايزين نشتغل وعايزين نتعلم وعايزين نعمل، لما تيجي توفر لهم فرصة بجد بس ناقص ان هم ياخدوا خطوة، او تكون في ضريبة معينة، ضريبة وقت وضريبة فلوس، فبيبدأوا ان هم يتراجعوا عن الفكرة ويفضلوا في نفس الخطوة اللي هم واقفين فيها ويقولوا يا كوتش عايزين نشتغل او يا كوتش عاوزين نتعلم. حلو، يعني المشكله دلوقتي مش في الوظائف، المشكله بقت في الاشخاص. بالظبط. حلو أوي. يعني السوق فيه، يعني من الاخر لو انت بتسمعنا بقى خد بقى خطوه كده، اتعلم، لان لحد ما بقى فيه شغل تقدر تشتغل من خلاله او تقدر تكسب من خلال البي ار، لان اغلب الحاجات اللي انا شفتها او اللي انا بسمعها من اشخاص ان البي ار مش هيجيب لك فلوس دلوقتي، يعني انت محتاج سنين كتير عشان تقدر تكسب او تدخل مبلغ كويس من البي ار. فتلاقي مثلا حد بيبقى هدفه ان هو يكون بي ار، ولكن بينزل يشتغل حاجات تانية مختلفة، ممكن يكون لها علاقة شوية بحتة الكوميونيكيشن او المهارات الخاصة بالبي ار، فعشان يبدأ بعد كده يخش المجال. بس هو مش هيجيب لك فلوس وانت بتتعلم، هو اي مجال مش هيجيب لك فلوس وانت لسه بتتعلم. بالظبط. وكبي ار يعني كانت في بنت لسه بتسألني في الدبلومة بتقولي يا كوتش احنا لما نخلص الكورس هل هلاقي وظيفة على طول او اعمل ايه؟ مم. فقلت لها ان انت مش شرط تلاقي وظيفة بي ار دايركت، بس بتلاقي ان انت هتشتغلي على إدارة وتنظيم الايفنتات كشغل من شغل بي ار. مم. في مكان بيكون محتاج ان هو يعمل تعاونات كتير مع اماكن، فمحتاج حد يعمل سيرش ويعمل التعاونات دي، فده من شغلنا. مم. هتلاقي مكان بيقول ان هو محتاج حد يخلص له الديلات مع السبونسرز، او ان هو يوصله بجهات اعلاميه. بنلاقي جزء او طول معينه من الادوات اللي احنا بنستخدمها هي موجوده في المؤسسه دي. حلو. كل اللي انا اعمله ان انا اسعى. عظيم. عظيم جدا. ده برضو يخلينا ننقل لحاجة تانية بقى، يعني أنا لو أنا طالب وخلصت نشاط طلابي، إزاي أنقل الخبرة بتاعتي لسوق العمل؟ علشان أكون طالب وخدت كورسات في مثلا النشاط الطلابي اللي أنا فيه ووصلت لمستوى كويس، عاوزة أدخل سوق العمل، أعمل إيه؟ م. كتير بقى بيقع في حتة إن أنا خلاص بقيت هيد، أنا هروح أشتغل في الشركة بكرة، بس هي الحقيقة مش كده. حلو. أنا دلوقتي خدت كورسات أبدأ أقيم نفسي م. من حيث المجال ومن حيث المهارات، أنا واصل لفين. عظيم. ابدا ان انا اخد كورسز خارجيه، لان كل اللي في الانشطه الطلابيه او السيشنات المجانيه هي قشور للمجال،
حلو. معلش مفيش حد بيدي دبلومات مهنية في البي ار فور فري. مم. فحاجة زي دي لازم احطها في اعتباري، فهبدأ ان انا اخد كورسات معاها ان انا ادور على تدريب في شركات. عظيم. عملت الحتتين دول خلاص، وكل ما انا بسعى وباخد خطوة ربنا بيسر لي الامور، وبقدر ان انا اخد خطوات مش خطوة واحدة. عظيم. عظيم جدا. خلينا برضو يعني الترند حاليا، او الحاجه مش الترند اللي احنا بادئين نخش فيها، وهي اهميه الاي اي في حياتنا، اللي هو بقى في كل المجالات اللي احنا ممكن نتخيلها. هل الاي اي ليه دور كبير او ليه اصلا عامل مؤثر في البي ار؟ احنا كنا عاملين كامبين اخر مرة لدبلومة البي ار، كنا عاملين بي ار فيزافي اي اي، مين هيقدر على التاني يعني في مجال العلاقات العامة. الاي اي هيكسب ولا المجال هو اللي هيكسب؟ ليه بقى؟ مجال العلاقات العامة هو قايم على التعاملات البشرية، قايم على الابداع، ان انا بحط خطط تطوير للمؤسسة، ان انا بخلص ديلات. فاستحالة روبوت او مثلا ادوات الاي اي هتخلص لك ديل زي بالظبط ما انت بتتعامل. حلو. يعني حتة التفاوض دي هي سلوك بشري، مم. حاجة أنا لازم أتكلم مع الشخص اللي قدامي. في حتة إن ال AI ياخد مكاني مش موجودة، بس ال AI بيساعدني في شغلي. حلو. يعني بيساعدني إن هو يكتب لي الإيميلات اللي أنا عاوزة أبعتها، مم. يساعدني ان هو يديني افكار في الشغل اللي انا بعمله، يساعدني ان انا اديله البلان بتاعتي يحط لي عليها تعديل. لان لو انا سبته وهو يحط لي البلان، فالاي اي مش بيجيب فكرة جديدة، هو بيجيب فكر اصلا او افكار يعني موجودة قبل كده. مم. ويبدأ ان هو يظبطها ويغير من ملامحها ويديها لك تاني. حلو. فدي حاجة لازم ان انا احطها في اعتباري. عظيم. فالاي اي بيساعدني. ال AI ساعدني إن أنا أوصل للناس بشكل أو أسرع، مم. سواء مثلا من حيث الداتا أو الأشخاص المؤثرين عامة، إن أنا برضو أوصل لهم بسهولة. مم. ال AI بيساعدني إن أنا أحلل بيانات الجمهور بتاعي بسهولة، فبالتالي الخطط بتاعتي هتكون دقيقة. مم. ال AI ساعدني ان انا احط خطط دقيقة عن طريق ان هو بيسهل لي المقترحات. يعني مثلا الجمهور بتاعي حط مقترحات كتير قوي، حطيتهم في شيت اكسل، مم. فقلت لل AI يطلع لي اكتر النتائج اللي موجودة في شيء معين، او ايه اكتر الحاجات اللي تم التصويت عليها. مم. هو سرع علي عملية السيرش وان انا احسب وادور. مم. فبالتالي ال AI بيساعدني في شغلي كعلاقات عامة، مش بياخد مكاني تماما. فدي نقطة أنا بطمن بيها أي حد هو داخل مجال العلاقات العامة، اطمن ال AI مش هياخد مكانك. ال AI هيساعدك في شغلك، ودي حاجة احنا محتاجينها. يعني حتة إن هو يكتب لي الإيميلات دي هو وفر عليا كتير قوي. مم. عظيم. فالموضوع ده حلو. يعني نقدر نقول ان البي ار داخل برضه في العلاقات العامه، يعني ما تقدرش تقول ان هو ملوش لازمه في العلاقات العامه، ولكن هو بيساعدني ان انا اطور من شغلي واسرع من عمليه الانجاز بتاعتي. بالظبط. عظيم. طب هل في ادوات معينه ممكن نستخدمها، ولا هي الادوات اللي هي موجوده اصلا على جوجل او حاجات زي كده؟ لا، الأدوات العادية يعني الشات جي بي تي امم. مثلا يساعدني ان هو يديني افكار، ان هو يكتب لي ايميلات وهكذا. بس مهم اكون عارف ازاي اتعامل مع الادوات دي. حلو. الادوات دي بالنسبه لنا جديده، كل ما اديت له معلومات دقيقه وطلبت منه شيء محدد فهو هيديني احسن نتيجه ممكنه. غير كده انا بكون بضيع وقتي. حلو. فمهم ان انا اكون عارف ازاي اتعامل مع الادوات. امم. عظيم جدا. يعني ما نقدرش نقول ان في تول معينه بتخدم على البي ار بس. لا. حلو. عظيم. طيب احنا بقى خلينا نتكلم في اكتر شويه، يعني حوار سوق العمل ذات نفسه عامل ازاي يعني. انا عارف ان في وظائف بس ما فيش اشخاص زي ما احنا اتكلمنا. ولكن هل هو سوق العمل اصلا محتاج البي ار بشكل كبير، ومحتاج العدد الكبير ان تخلي الناس مثلا تخش المجال ده، ولا هو مش محتاج عدد كبير؟ يعني مثلا الشركات بتستعين مثلا باقصى حاجه 15 شخص في الشركه كبي ار، ده الرقم الكبير. فهل السوق حاليا محتاج اشخاص، ولا لا يعني حاول تشوف مجال جنب البي ار؟ اللي بيدخل مجال العلاقات العامة كتير، ولكن اللي بيكمل فيه للآخر قليل. م. ليه؟ المجال محتاج حركة، محتاج مبادرة، محتاج ان انا دايما اخد خطوة، محتاج ان انا دايما ابدأ ان انا احط خطط وان انا اشتغل. مجال فيه مجهود.
مم. مش ان انت بتدير شيء معين او ان انت بتخلص حاجة وانت في مكتبك، لا، انت حرفيا بتروح تخلص ورق، بتروح تخلص ديلات، بتعمل مقابلات. فالموضوع بيحتاج حركة، فمش اي حد بيقدر ان هو يكمل فيه للنهاية يعني. فحتة ان هو ايه نظامه في سوق العمل، لا احنا محتاجينه. هو اصلا مجال العلاقات العامة ظهر ليه؟ مم. ظهر بعد الثورة الصناعية، لما بدأ يكون في منافسين أكبر. فبالتالي بقى لازم وجود مجال ينظم عملية المنافسة دي والتعامل بين الشركات. ما دلوقتي أنا ليا مؤسسة وأنت ليك مؤسسة، حابين نعمل تعاون مع بعض، مين اللي هيعمل التعاون ده؟ البي ار. شخص العلاقات العامة. هو اللي هيعمل التعاون، هو اللي هيحط لي البنود بتاعة التعاون والبروتوكول اللي احنا هنمشي عليه. هات لي مؤسسة ما فيهاش بي ار وهيعملوا تعاون، الدنيا بتكون سايحة على بعضها. اه، في اماكن شغالة من غير بي ار، بس مش هتكون بكفاءة وجودة الاماكن اللي معاها شخص شغال في العلاقات العامة. عظيم. آه، فحتة البي ار لا، هو موجودة، محتاج بس ان انت تحدد انت عاوز تعمل ايه وتكون شاطر في مجالك. في وقتها الفرص هتكون موجودة قدامك كتير. وحتة العلاقات، يعني حتة ان انت بنيت شبكة علاقات إيجابية، ودي حاجة احنا محتاجينها في العلاقات العامة، هتساعدني ان انا اوصل لفرص اكبر. حلو. يعني أنا مثلا عارف كوتش ضحى في مجال العلاقات العامة، فانا متابعها، بالتالي اي فرص هتنزلها هتكون في المجال، فبالتالي انا استفدت، ومن هنا بتيجي الفرصة. عظيم. حلو، يعني خلينا برضو إن ناخد من الكلام ده ان في شركات فعلا ما فيهاش بي ار وشغاله كويس وبتعمل اللي عليها وممكن ما يكونش محتاجه البي ار حاليا. فده يخلينا نتطرق لحاجه اهم شويه، وهو في الانشطه الطلابيه دايما برضو بيفرقوا ما بين البي ار والاف ار. فخلينا نتكلم كسوق عمل بقى، هو ايه الفرق اصلا ما بين البي ار والبيزنس ديفلوبر او مطور الاعمال في الشركات؟ طيب، الاف ار طبعا هو الفند ريزنج، وهو جزء من مجال العلاقات العامة. وبيكون مسؤول عن التمويل المادي أو الدعم المادي في المؤسسة. حلو. العلاقات العامة بيكون مسؤول عن إدارة العلاقة بين الجمهور الداخلي أو الخارجي زي ما احنا شرحناها من شوية. مطور الأعمال بيكون مسؤول على الشركة ككل. يعني أنا لما بحط خطة تطوير فهي خطة تطوير للمؤسسة، ولكن لقسم العلاقات العامة بتاعي. أنا دلوقتي هحط خطة تطوير، ان انا بعمل خطة هي المؤسسة بتاعتي محتاجة ايه من حيث حاجات احنا هننفذها. لكن مطور الاعمال هو بيشوف لي ازاي ان المشروع بتاعي ده بدل ما هو شغال بسيستم معين احنا هنغير السيستم بتاعه لحاجة احسن، فبالتالي الشغل بتاعنا كفاءته بقت اعلى. عامة أي مكان بيشتغل بسيستم مع الوقت بيطوره مع التغيرات اللي بتحصل مع تطور المكان نفسه، وبقى متاح معاه إمكانيات أعلى، فبيبدأ إن هو يطور حاجة زي دي. عظيم. فمطور الأعمال هي حاجة أعم من البي آر في جزء الخطط والتطوير. ولكن برضو مجال العلاقات العامة له حاجات كتير تانية هو بس المختص بيها. زي بالظبط إدارة الأزمات. دلوقتي احنا عندنا أزمة، مين اللي مسؤول إن هو يعملها يحلها أو إن هو يشتغل على الخطة بتاعتها؟ بي البي ار. آر. دلوقتي احنا عندنا ديل ايا كان شكله ايه، هو مين اللي شغال عليه؟ البي ار. البيانات الصحفية اللي بتطلع من المؤسسة اللي بيطلعها البي ار. فالشركة بتكون عاملة كده زي العجلة، كلنا شغالين مع بعض. انت ماركتير، انا بي ار، حد شغال في مجال تاني، كلنا بنخدم على بعض. كلنا بنشتغل علشان في الآخر نطلع شغل كويس، علشان في الآخر نطلع شغل يعني يليق باسم المؤسسة بتاعتنا. مش كل واحد شغال بشكل مستقل وشكل منفصل تماما عن القسم التاني. عظيم، يعني نقدر نقول ان هم كلهم بيكملوا بعض وليهم تخصصات معينه في كل حته في الشركه ذات نفسها. بالظبط. وعادي ان انا اكون مشترك في جزء معين مع مجال تاني، انا أكيد. مشترك معاه، مش بعمل شغل ولا هو بيعمل شغل. عظيم. طيب خلينا برضو نشوف حاجة أكبر شوية، وهو السمعة ذات نفسها بتاعت الشركة. في حاجات مثلا بتحصل في الشركات مش أحسن حاجة يعني. حصل موقف معين غلط مع عميل، الحاجات دي كلها. هل دور البي ار بقى اللي هو يدافع عن الشركة حتى لو هي غلط؟ لا، لا. هي الشركة غلط هيدافع عنها، فأنا هكون خسرت المصداقية بتاعتي، وأكون خسرت العميل، واحتمال كبير أخسر جمهور. فحاجة زي دي لا، الشركة غلطت،
مم. وجب الاعتذار عن سوء التفاهم اللي حصل. مش بطلع اقول انا غلطت وانا اخطأت وانا واكبر الموضوع واخلي الناس تفوكس اكتر عليه. مم. لا، ولو حصل سوء تفاهم فاحنا بنوجه اعتذار للمؤسسة التانية او للشخص التاني. الناس بتحترمني اكتر لما بعمل حاجة زي دي. مم. يعني دي حاجة مش بتقل مني، بس طالما عارف ان انا غلطان فواجب عليا الاعتذار. طيب حاجة شائعة عني هتضر بسمعتي اعمل ايه؟ لا، هنا بوقف، ببدأ ان انا اشوف ايه سبب المشكلة، ابدأ ان انا احلل الازمة بتاعتي، ابدأ اشوف ايه اسبابها، ابدأ اطلع بيانات صحفية واشرك الجمهور بتاعي في الازمة اللي انا تعرضت لها. مم. ده هيزود الثقة بتاعتهم ليا. حلو. انا مثلا دلوقتي حصل لي ازمة معينة، مم. فالناس شايفة ان هو بيتقال كلام وحش عن المكان ده. مم. فطول ما انا طالع بتكلم وبقول ان احنا توصلنا لكذا وعملنا كذا وحلينا ايه وتواصلنا مع مين، طول ما الناس مطمنة، طول ما الناس هي عارفة ان دي شائعة ودي أزمة والمكان شغال ان هو بيحلها. مم. لان كارثة ان انا الاقي شائعة عني واقول لا انا عارف ان انا بعمل كل حاجة صح وكل حاجة كويسة، فبالتالي خلاص مش هطلع اتكلم. عظيم جدا. طيب انا شايف ان احنا كده يعتبر لمينا الدنيا في البي ار. سواء في الانشطه الطلابيه اتكلمنا عن انت اصلا ازاي تقدر تخش نشاط طلابي، ازاي تختار النشاط الطلابي الكويس، ازاي تحقق الاستفاده الكامله بتاعتك من النشاط الطلابي، اهم المهارات اللي انت لازم تكون عندك قبل ما تتخرج من النشاط الطلابي عشان تخش سوق العمل بشكل كويس. واتكلمنا شويه عن سوق العمل عامل ازاي. خلينا نتكلم شويه برضه يا كوتش عن حته التريننج اللي بتقدميها. فانا كحد طالب في الانشطه الطلابيه عاوز اتعلم اكتر، ايه الحاجات اللي انت مثلا ممكن تقدميها تخليني اجي لحضرتك او اجي مثلا اخد الكورس معاك؟ طيب هو اول حاجة طبعا لو انت بي ار فدبلومة العلاقات العامة مستنياك، تقدر انت تسجل وتحضرها وفعلا تخلص. انت عندك المهارات والمعلومات اللي تؤهلك ان انت تشتغل في المجال. دي اول حاجة. تمام. تاني حاجة احنا اتكلمنا عن المهارات الشخصية واتكلمنا عن اهمها. مم. طبعا كل مهارة من دي سيشن لوحده بيتقدم، ولكن جيت في فترة قلت طيب انا ليه ما جمعش اهم المهارات دي بتدريب واحد واقدم حاجة كويسة فعلا للناس. مم. طب هو الصوت اللي في الشارع ده طالع كده صح؟ عادي عادي، مش هتفرق يعني، هتتشال في المونتاج ان شاء الله. تمام ماشي. فقلت انا ليه ما اعملش تدريب يكون مجمع اهم المهارات الشخصية اللي انا محتاجها، فالشخص يدخل التدريب ده يخرج هي رحلة تغيير بالنسبة له. مم. هو انسان تاني خالص متعلم المهارات دي ومطبق عليها عملي، فمستواه فرق فبدأ ان هو يشتغل بسهولة. وسميناه تدريب تنمية المهارات، ان اهم المهارات اللي انت هتحتاجها هي هتكون موجودة في التدريب ده. التدريب ده بيشمل الثقة بالنفس، التواصل، التخطيط الشخصي، إدارة الوقت، البرزنتيشن والبابليك سبيكينج. اللي هو يعتبر انت خلاص لو جمعت المهارات دي وطبقت عليها واتقنتها انت مش هتكون محتاج تتعلم مهارات تاني او ان هي حاجة تانية هتكون تكملة بالنسبة لك. انت اهم المهارات خلاص هي بقت موجودة عندك، وفوق ده انت طبقت عليها عملي وقدرت ان انت فعلا تنفذ كل الحاجات المطلوبة منك. مم. فالموضوع ده يعني كان لذيذ قوي الحمد لله. ولحد دلوقتي قدمنا 8 دفعات. الحمد لله، يعني حاجة زي دي برضو نجحنا فيها. غير برضو الاستشارات بتاعة التخطيط الشخصي، مم. ان اي حد تايه، اي حد مش عارف يبدأ، الدنيا بالنسبة له صعبة، مش عارف يعمل خطة، مش عارف يحدد هدفه من البداية. مم. فأنت محتاج مانيتور معاك، محتاج حد يتابع خطوة بخطوة، حد يساعدك تحط خطة. ولكن احنا مش بنقولك امشي على خطوات واحد اتنين تلاتة. هو زي ما انا عملت كده يعني النهاردة في البودكاست انا قلت لك انت تعمل ايه، وضحت لك الطريق، ولكن الاختيار هو راجع ليك انت. يعني انا مش بقول لكم ادخلوا مجال العلاقات العامة، مم. لا، اتعلموا المهارات الشخصية وادخلوا المجال اللي انتوا بتحبوه حسب امكانياتكم وحسب مهاراتكم وحسب المتاح معاكم. فدي برضو نقطة مهمة قوي. بس فالاستشارات بتاعة التخطيط الشخصي بتكون بمتابعة مستمرة. بنشوف الشخص ده كان مستواه عامل ايه ووصل لايه لحد ما فعلا يوصل لمرحلة هو قادر يكمل من غير مانيتور معاه. عظيم جدا. يعني احنا بناخد الشخص ده من مرحله البدايه في السوفت سكيلز او المهارات الشخصيه، سواء بقى الحاجات المهارات اللي هو ممكن يكون محتاجها في البرزنتيشن، التواصل، الحاجات دي كلها. وكمان بنقدم له تخطيط شخصي، وغير كده كمان حاجات خاصه بالبي ار. يعني
ممكن حد مثلا مش في مجال بي ار يقدر يحضر التدريب عادي. بالظبط، ما هو التدريبات بتاعت المهارات كلها هي مهارات عامة ملهاش علاقة بقى أيا كان مجالك ايه. حلو. ممكن حد مش بيشتغل خالص مم. ولكن هو مش عارف يتعامل مع الناس فمحتاج مهارات، محتاج ان هو يتعلم يبقى عنده ثقة بنفسه. طيب معلش بس جات لي مكالمة. لا، تمام. محتاج يعرف ازاي يتعامل مع الناس اللي حواليه، فالموضوع ده بيساعده وبيأهله ان هو يعمل حاجة زي دي يعني. انا بكون مبسوطة قوي لما بلاقي امهات بيحضروا معايا، حلو. هي مش بتشتغل بس هي ما عندهاش مهارات، عايزة تطور من نفسها عشان تقدر تربي ولادها صح، عشان تقدر تواظب بين ان هي تطور من نفسها وان هي تعمل شغل البيت ورعاية الاولاد. مم. ففعلا حاجة زي دي مهمة جدا، حتى لو انت مش بتشتغل هي اسمها مهارات شخصية، مهارات بتأهلك انت كشخص تكون قادر فعلا تتعامل وقادر تنفذ اي حاجة تطلب منك بسهولة. عظيم جدا. غير بقى ان هي بتغير في تفكيرك كتير، يعني انت بتدخل انسان بتخرج انسان تاني، عندك حصيلة معلومات، عندك معرفة، فبالتالي طريقة تفكيرك وتعاملك مع الحاجات اللي حواليك بتختلف. مم. حلو. في برضو ممكن حد يسأل سؤال، هو انا ليه اصلا اجي اخد تدريب مع كوتش ضحى؟ يعني المهارات اللي هي مثلا ممكن اخدها موجودة على اليوتيوب، بلاي ليست مختلفة، منصات كتير بتقدم الحاجات دي. ايه المميز اللي انا مثلا اجي اخد كورس اوفلاين او حتى مع كوتش ضحى؟ والله هو بفضل الله يعني حتى الفيدباك كله بينزل على البيج عندي. مم. انا دايما بهتم بحتة التطبيق، انا ما عنديش سيشن ملوش تاسك، حلو. وما عنديش حد ياخد شهادة من غير ما يكون طبق عملي وانا اتأكدت ان هو اتقن الحاجة، ومش تاسك سد خانة. يعني لو حد بيحضر معي كورسات وسمع البودكاست ده مم. عارف ان هو ممكن يعيد التاسك 3 مرات عادي، حلو. بس يقدم تاسك صح. انا عظيم. اكون متأكدة ان هو فهمه كويس وقادر ان هو يطبقه بعدين. اه دلوقتي ممكن اعدهوله عادي بس بعدين لما يجي يشتغل ما هو هيشتغل بنفس العشوائية. اه. لا، في أسس للشغل. عظيم. يعني نقدر نقول ان في حد اكتر منتور بيكون معاك بيوجهك صح. غير كده كمان التطبيق العملي بتاخده بشكل محترم، اللي هو يخليك مؤهل ان انت تقدر تنزل تشتغل في شركات بعد كده. بالظبط. عظيم جدا. طيب لو متاح بقى خصم كده للناس اللي بتسمع بودكاست تأقلم، ان هم لو حبوا ياخدوا كورس معين مع كوتش ضحى بعد البودكاست ده؟ تمام، هو اي حد يتواصل معانا على رسائل الصفحة بإذن الله يقول لنا بس ان هو من بودكاست تأقلم، هنعمل معاه الواجب، يعني هيكون ليه خصم بإذن الله 20% على اي برنامج تدريبي. عظيم جدا. يعني نقدر نقول مثلا البرومو كود بتاعنا تأقلم 20 بالعربي. اه ممكن، ان شاء الله نكون في انتظاركم. عظيم جدا ان شاء الله. طيب يا كوتش، يعني بما انك وصلت لحد ما المستوى كويس، ان انت بقيتي بتأهلي اشخاص، مسؤولة عن اشخاص كتيرة، ممكن يكون منهم اللي شغال حاليا في شركات، ومنهم اللي بقى اصلا ماسك بورد في اكتر من مكان في الانشطه الطلابيه، ومنهم اللي بيسعى ان هو يطور من نفسه اكتر. ايه الحاجات اللي انت شايفاها ممكن كنصايح عامه كده تفيد الشخص بشكل عام؟ تمام، اول حاجة ما تقارنش نفسك بحد، يعني ما تقولش اصل الشخص ده وصل وعمل وانا لسه. عظيم. حاجة زي دي هتخليك محبط، مش هتخليك بتعمل اي حاجة. فما تقارنش نفسك بحد. عظيم. ما تدورش على المثالية، مفيش حد بيوصل للمثالية. فحتة بقى ان انا هكون احسن واحد من حيث الشكل والمجمل والكلام والاسلوب والمعلومات، دي مش موجودة. احنا هنفضل نتعلم طول عمرنا. برضو نصيحة كنت اتمنى حد يقولها لي، ان انا ما اكتفيش بمستوى معين اوصل له، لان في وقت من الاوقات هلاقي نفسي متأخر. حاجة زي دي برضو مهمة قوي. مهم الصحبة الصالحة، يعني الصحبة ان هي تعينك ان انت تطور من نفسك، وان انت فعلا تحقق حاجة، وان انت تعمل حاجة مفيدة، مش مجرد يكون وقت بنضيعه وخلاص. عظيم. طبعا زي ما قلنا التجربة مهمة جدا. مهم ان انا استغل الفرص كلها، اي فرصة تيجي قدامي ابدأ ان انا استغلها. ولو على الكورسات المجانية، لأن كتير بيشوف إن الفلوس هي العائق بالنسبة له، الكورسات المجانية كتير والكورسات اللي سعرها رمزي كتير، بس إحنا اللي بنستخسر ناخد الخطوة. يعني ممكن حد يدفع 200 جنيه في ساندويتش
بس ما يروحش يحطهم في كورس. بالظبط اه. طيب ليه؟ تستثمر في نفسك. م. هي حاجة زي دي هتجيب لك عائد تاني بعدين. م. هي مسألة مهم ان انا اشتغل بالمتاح معايا. كل الامكانيات المتاحة معايا ابدأ ان انا استغلها وابدأ ان انا اشتغل بيها علشان اوصل للمستوى اللي انا عاوز اوصل له. ومهم مهم مهم ابتعد عن السلبية. مفكرش في ان هو هيحصل حاجة وحشة، او لو ده حصل إيه اللي ممكن يكون. انا ما افكرش في حاجة زي دي. انا بسعى وبعمل اللي عليا. ما كنش محدد النتيجة هتحصل لي مثلا اخر الشهر. هي النتيجة بتاعت ربنا. ما كنتش محدد ان انا خلاص بنهاية السنة اكون اشتغلت بي ار. انا هسعى حتى لو دي ما حصلتش. انا اشوف ايه الدروبات اللي انا وقعت فيها علشان اعالجها. اشوف ايه الحاجة اللي عطلتني التقييم في اي حاجة بعملها. ان انا دلوقتي عملت خطة، فباجي اخر السنة بقيم بقى ايه اللي انا وقعت فيه وايه اللي انا ما عرفتش اعمله علشان ابدا اصلح ده لبعدين وما اقعش في نفس الاخطاء تاني. دي آه، يعتبر اهم النصائح اللي انا ممكن اقولها بجانب بقى كل الحاجات اللي قلناها خلال السيشن. يعني كده انا شايف ان احنا الى حد ما اي حد بيسمع بودكاست عاوز يبدا بي ار هو عارف الخطوات اللي ممكن ياخدها. وكمان عرف ازاي ينقل الحاجه دي في سوق العمل، وان هو حتى كمان ما تبقاش مستعجل في اي مجال، مش مجال البي ار بس، اي مجال ما تبقاش مستعجل عليه. انت هتاخد وقتك، خد الرحله ببساطه، خد الرحله استمتع بيها من الاخر. الرحله ممكن تكون صعبه، وهي مش ممكن، هي اكيد هتكون صعبه، لان الحاجه اللي انت عايز توصل لها لازم تكون مميز فيها، ولازم تكون مختلف عن اي حد بيقدم الحاجه دي، او على الاقل يكون عندك ميزه اضافيه عن الناس اللي بتقدم الحاجه دي. طبيعي ان انت هتبذل مجهود كبير جدا، وهتسعى وهتروح وهتعمل وهتحبط حاجات كتير جدا. بس الفكرة في الاستمرارية، واللي انت فعلا تاخد الوقت الكامل عشان توصل للحاجة اللي انت عايز توصل لها. بالظبط. عظيم جدا، انا بشكرك جدا يا كوتش، يعني انا اتبسطت جدا جدا بالبودكاست ده حقيقي. يعني المحتوى بتاعه كان بالنسبة لي كان قيم جدا. انا بما اني اصلا في المجال الى حد ما، فانا ذات نفسي فعليا استفدت كتير بالحاجات اللي اتقالت فيه. اتمنى اي حد بيسمع البودكاست يكون خد المعلومة، وانا واثق ان شاء الله ان المعلومات اللي هتوصل لهم او البودكاست ده هيكون مفيد جدا جدا لاي حد يسمعه للنهاية. فحقيقي بشكرك جدا على وقتك وعلى الفرصة اللي انت اديت لنا فيها وقتك ان انت تكوني معانا في البودكاست. ربنا يكرمك، والله انا سعيدة اكتر بالفرصة دي واتمنى فعلا ان انا اكون قدمت الاستفادة المطلوبة. ان شاء الله نكون مع بعض في حلقات تانية جاية كتير، وتحت امرك اي وقت لو احتجت اي حاجة تخص المجال. باذن الله، شكرا لك جدا. العفو. لو كنتوا بتشوف الحلقه دي على اليوتيوب ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس. لو حبيت المحتوى تقدر تحمل وتسمع البودكاست كمحتوى صوتي موجود على جوجل بودكاست وسبوتيفاي. انتظرونا في بودكاست جديده من بودكاست تأقلم. دمتم بخير. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من بودكاست تأقلم، واللي كانت برعاية معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية، Building Leaders Team، دكان تسويق، عشانك يا بلدي جامعة الأزهر، صناع الحياة جامعة الأزهر، إلدر. تأقلم.